اهلا بك عزيزي المتابع ومستمع بودكاست مدرسة الكورة، وعلي زايد من ورا الكاميرا، والكابتن عبد الرحمن مجدي من قدام الكاميرا، وحرمه من خلف الكاميرا. ومشغلين كل الناس معانا في البودكاست ده يجي على الناس بخساره والله، اللي انا ما بحبش اسميهم ضيوف، دول صحاب مكان. ومش هنقعد بقى ندي مقدمات ونجعلصها ونعظمها ونكبرها. عبد الرحمن مجدي يعني جول كاست ده مؤخرا، لكن ارجع لك للتاريخ بس ساعتها تعرف سنه كام، ولو عرفت سنه كام هتحكم على شعره الابيض وهدخلك في مشكله كبيره. خلي بالك. منور عبد الرحمن والله. ربنا يخليك. انا اللي مبسوط ان انا معاك والله. اتاخر اللقاء ده شويه بس مبسوط ان انا معاك، وانا من متابعي مدرسه الكوره يعني. ربنا يخليك. ده والله انا اللي مبسوط جدا ان انت جيت. حكيت لك انا كنا بنتكلم بره الهوا، وبقول له انت عارف ان انا كنت فاكرك اجنبي، ازاي يجيبوا متحدث رسمي باسم منتخب مصر اجنبي، ازاي يعملوا كده يعني. الشعر الابيض ده على طول عامل وكانت العينين زرقاء شويه اكتر من كده او خضرا شويه اكتر. والله عمري ما فهمت في موضوع لون العينين ده بس دي عوامل بقى، دي عوامل جويه وعوامل تعريه عوامل وراثيه. والله مبسوط ان انت منورني، ومبسوط طبعا انت معاك يعني مراتك، والله انتم منوريني، وشكرا على المجهودات اللي ورا الكاميرا دي. والله ظبطوا معانا النور وظبطوا معانا الكاميرا وظبطوا هي كل حاجه مظبوطه والله. والله لا ربنا يخليك. تحيه خاصه للاستاذ علي زايد من ورا الكاميرا. منور يا استاذ علي. اتفضل يا استاذ علي. بص، هو الموضوع بسيط. انا يعني انا هقول لك الموضوع جه منين وبعدين اديك المايك. انا قررت ابعد عن كل ما هو دب طخ دش دلوقتي. ايوه. قلت يعني يمكن ربنا يكرمنا ونتشاف ان شاء الله باذن الله. انا معانا حقبه من الكوره عدى عليها، مش هقول لك يعني ايام ما كان في كوره بس كده. بس خلاص انت كده قريت الموضوع. فقبل ما نخش في الموضوع بقى، اعمل فولو ولايك وكل حاجه للسوشيال ميديا اللي هتظهر قدامك، وطبعا عبد الرحمن غني على التعريف، كل الحاجه هتلاقيها في الديسكربشن. روح بقى اتفرج على جول كاست والحلقات. انا الحلقه الصراحه، الحلقه كابتن احمد ناجي دي لما قلد عصام الحضري، انا مت. انا مت. اللقطه دي بتطاردني دي. لا اللقطه دي كانت قاتله. وطبعا كنا اتكلمنا كتير جدا جدا وهنتكلم اكتر في جول كاست، فركز معايا واصحى كده، ومعانا وقت طويل يعني. بص يا باشا، انت دلوقتي قدامك اختيارين، يا انا هنقي لك يا انت هتنقي، وانت مش ضيف، واحنا اتفقنا مفيش ضيوف. قدامك حقبه من الجرايد والمجلات، وفي كتاب كبير، شوف انت عايز تعمل ايه واعمله. بس قبل اي حاجه انا دايما باخد راي كل الناس اللي بتيجي في الديكور. لا انا اول ما دخلت قلت لك المكان حلو قوي قوي فعلا يعني. ده انا عايز اقول كمان ان الكادرات ظلمه يعني. ده المكان حلو قوي كله. ربنا يخليك على والله. الكادر. ربنا يخليك. فما شاء الله. لا دي شويه حب ذات بس كده، لازم شويه حب ذات. لا دي هتبقى ان شاء الله نقله يعني معاك باذن ربنا يخليك والله. ربنا يخليك والله. بوريك حاجه كمان شويه. لا خلي بالك انا في الجورنال ده. بجد. والله بس كنت هداف نادي الصيد، بس هم بيبقوا فاكرين ان انا بقرع عليهم. بس انا والله كنت هداف. لا انت اثبتت لي، قلنا انا قلت لك شويه اسامي بس قول لهم بقى بالله عليك. هيصدقوك مش هيصدقوني يعني. تسحب ولا اسحب يعني؟ اخد كده مثلا. يلا باشا على طول. يلا ماشي. اسحب. اخبار الرياضه. ايوه طبعا. ده استاذ فتحي سند ولا فين فوق؟ ده سنه كام؟ ده 2004. ده مكتوب 2000. صالح سليم. يعني كان عندي 13 سنه. انا 88. بمناسبه السن عشان نخلص من القصه دي يعني. عشان الشعر الابيض ده موديك في حته ثانيه خالص. بس انا عندي 36 سنه. اسرار الساعات الاخيره لاكتساح جبهه حرب. انت عايزني مثلا ايه نقلب كده في قلب كده. قول لي انت تفتكر ايه من الحاجات دي؟ انت فاكر اصلا الحقبه دي من الكوره؟ يعني زي ما بقول لك انا كان عندي 13 سنه، بس طبعا انا فاكر. ايوه. كان عندي 12 سنه. 2000 دي يعني عندي 12 سنه. بس انا يعني انا اتفرجت على اول حاجه اتفرجت عليها سريعا كده. لا سريعا. ده هو احنا بتوع زمان. ماشي. اول حاجه اتفرجت عليها كاس العالم 94. كان عندي 6 سنين. كنا في السعوديه وكان في امريكا، فكانت الساعه ايه بالعكس صعبه. فكان ابويا الله يرحمه يعني بيسجل الماتشات فيديو، لان هو برده كان بيروح شغله فما كانش بيتفرج. وكان ساعتها زمان برده الناس مش قتيله انها تتفرج لايف زي دلوقتي. يعني ينفع تسجل الماتش وما تعرفش اخباره وتشوفه تاني يوم عادي. فاهم ازاي؟ عادي. فطبعا شفنا كاس العالم لحد ما ممكن انا مش واعي قوي على البطوله كلها، بس اللي فاكره كويس ماتش ايطاليا والبرازيل في الفاينل. لان ده سجلناه وبقيت اشوفه بقى كل يعني كتير. اشغله واقعد اتفرج عليه واتفاعل يعني. حتى اخويا كان يقول لي يا ابني انت مش هتدخل ما 0-0. فاهم ازاي؟ فاللي هو ايه، بس انا كان عندي 6 سنين بجد طفل يعني. انا يعني النهارده اتكلم ولد 2019 مواليد 2019 مظبوط. فدي كانت اول حاجه. وبعد كده نزل بقى فيفا 94. دي اول نسخه من فيفا على فكره. على الكمبيوتر يعني. واول بقى نسخه لعبتها قوي فيفا 96. لعبت فيفا 96 دي يعني الناس بقى القديمه الكنترول بيرفع والالت بيباصي وسبيس بيشوت على الكمبيوتر يعني. فاهم؟ ومن هنا بقى كانت دايما عندي معضله. اي حاجه على الكمبيوتر بتتلعب على البلاي ستيشن او على النينتندو او على الوات ايفر اللي كان او السيجا ساعتها مش عارف العبها خالص يعني. حتى كاونتر سترايك بلاي ستيشن الكوره على اللابتوب الاي والاس والدبليو على وخد بقى في يعني في كمان الناس بقى النوستالجيا بجد. فيفا 98 كان فيها خماسي.
ايوه دي بقى انا فاكرها ليه اندور. ايوه كان فيها اندور، الارضيه بتاعته الارضيه خشب بني. كده ايه ده؟ ايوه دي فاكرها، دي فاكرها، كنت بلعبها عند ولاد عمي والله، عند مروان ومعتز ولاد عمي دول والله. بعد كده بقى كاس العالم 98 ده بقى واحد فاكره كويس، ومن هنا يعني في الذاكره تستوعب فاهم 98 شويه من 98. بس انت 2000 دي مش فاكر، دي عركه الكره المصريه المحليه دي عامه اصلا. تفتكر ايه سنه 2000 بغض النظر عن الكوره يعني؟ انت بص يعني 2000 مرتبط معايا بيورو 2000 طبعا. اوكي يورو 2000 ده برضو انا شفته يعتبر يعني كويس، لانه كان مفتوح اصلا، كان على القناه الثانيه متهيألي. الحاجات دي اللي كانت بتيجي على القناه دي. والشامبيونز ليج كان بيجي، بس كانت امي لازم انام الساعه 10، هو كان ماتش 10 الا ربع اصلا، فانا بروح المدرسه تاني يوم كل الناس شافت الماتش ما عدا انا. الكابتن اللي ورا الكاميرا والله العظيم 3 علي كان بيعمل فينا حركه. كان عندنا يوم مقدس يوم الاثنين ده، البيت كله بيعطل عشان المصارعه جايه في التلفزيون. مصارعه برافو يا حبيبي. ايه المصارعه اللي انا هو ما حدش عارف، اللي هو ما حدش اتعلم هنا، احنا هنقعد نتفرج على المصارعه وانا واختي وابويا قهر نتفرج على مصارعه قهر. عندك ايه هنا؟ بص دي قال لك ايه، ضاعت الامال ان الاهلي خرج من بطوله افريقيا مع فريق قلوب الصنوبر الغاني. ده بقى اللي هو ايه، الاهلي تعادل مع قلوب الصنوبر الغاني 1-1. وطبعا صوره الكابتن سيد عبد الحفيظ. تخيل انت نازل من بيتك واخد شنطتك ورايح استاد القاهره عشان تلعب قلوب الصنوبر وتخسر وتخرج كمان وتخسر. بس في حاجه بقى تحت هتافات الجماهير اغضبت علاء ابراهيم. علاء ابراهيم بالمناسبه من امتع الفراوده، اندر ريتد جدا. والله طبعا بجد. ده حديث لصالح سليم في الجورنال عادي كده. انت بالك قد ايه ما مسكتش الجورنال الماسكه دي كده؟ الاستاذ عصام الحسن هو اللي عامل الحوار ده في اخبار الرياضه، وبعد كده استاذ عصام الحسن بقى رئيس تحرير جريده مشهوره جدا رياضيه. بجد؟ عارف ايه بقى اسمها ايه الهدف. انت ماسكه الجورنال دي فاكرها اللي هو؟ لا اصل انا بص، اي جورنال بجنيه ده هتلاقيه بجنيه 100 قرش. بص انا والله عشان انسى، اي جورنال بجنيه ليه علاقه بالرياضه، لو انا معدي عند كشك بقش زي ما الولد بيقش في البصره كده. يعني الفرسان، ميدان الرياضه، اخبار الرياضه، الاهلي، الزمالك، مثلا 10 جنيه ابقى اشتريت الكشك اصلا. ده طبعا انت بالنسبه للست او الراجل بتوع الجرايد ده الزبون الفي اي بي، ده لقطه. ده اللي هو الاستاذ عبد الرحمن جاي بالليل، تعال نفرش عشان جاي استاذ عبد الرحمن. وكان اي حد بيفتح جورنال رياضه يعني كنت بشوف حاجات يعني اللي هو في حاجات قائمه لغايه دلوقتي وناسها موجودين بغض النظر يعني، بقول لك بعدين المره. بس دي حاجات 2006. وعلى فكره في حاجه هنا من 94 بس اهلي وزمالك من 94 ده تلاقيه السوبر بقى، في السوبر. وفي خالد الغندور واضح انه عمل مشكله زمان، انا نفسي حد يقول لي عليها، انا مش عارفها لغايه دلوقتي، هنلاقي لها حاجه يعني. بس انت عندك ايه؟ بيقول لك الافراح تغطي 100 عقبه. دي فتره اكتساح الزمالك صوره محمد صبري مدافع فريق اسمه لوزيان. ماشي برضو 2000 دي برضو ما حدش خد حاجه يعني. بص مثلا ده احمد كشري بيلعب في المصري، فبرضو المصري كسب الكروم 3-1. الكروم ده الاسامي في مدرب في الكروم مسك الكروم 20 سنه، فاكره؟ لا 20 سنه. برضو انا بعمل لكم اختبارات سريعه كده عشان خش عليهم. خش عليهم كابتن صلاح الناهي. 20 سنه كابتن صلاح الناهي في الكروم زي فيرجسون في مانشستر يونايتد. عشان بس انا متاكد الكومنتات بس الناس تخش معايا في الكومنتات. ما اعرفش الحوار ده خالص. ده مسك الكروم 20 سنه، هو اصلا تاريخ الكروم ده ديجو سيميوني بتاع الكروم. لا ده عدى كمان عداه. فهنا بقى يقول لك ايه، مدافع القناطر والشمس ده الدرجه الثانيه. ماشي يعني مش جاي منه حاجه. العدد ده يعني مش اللي هو تخش على عايز تخش على حاجه جديده وكابتن ثابت البطل اسحب براحتك اللي انت عايزه. اسرار مثيره في اول مواجهه بين جوزيه وكاجودا، متعب وعبد الحليم علي. بركاتك يا حضري. حضري طبعا دلوقتي اصلا انت عارف يعني، لو شافني في مكانها هيضربني. بس يقول ان انت اللي زقيت على الكابتن احمد ناجي. بس طبعا دي سنه كام؟ سنه 2006. طبعا 2006 بقى سنين الرعب في الاهلي يعني. الصوره اللي قدامنا الاهلي واخد بطل السوبر ده اكيد السوبر الافريقي. ايوه ده يعني حسن مصطفى ومتعب، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، شيتوس، محمد عبد الله، اسامه حسني، حسام البدري مدرب عام، شادي محمد الكابتن هو، والحضري بعد ما سحب من حضري الشرف فبقى الحضري بيخمس في الكاس برضو يعني، اللي بيرفع الكاس يعني حط ايده معاه برضو اللي هو ايه. انا سحبت مني الشرف بس مش يعني قوي يعني يعني والله انا كل ما اجيب سيره الحضري افتكر كابتن احمد ناجي هو بيقلده غصب عني. ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. ده السوبر ده اللي هو كان الجيش الملكي. طبعا
تخطيط الاستاذ عمرو كمال من الصحفيين اللي الواحد يعني يتعلم. طب والله انت بتقول لي معلومات يعني انا بس للاسف. لا استاذ عمرو كمال طبعا، والعمود بتاع استاذ فتحي سند. طبعا فتحي سند ده بالمناسبه غني عن التعريف يعني. طبعا هو طبعا غني عن التعريف، بس انا وانا في ثانويه عامه كنت باخد درس مع يعني زميله يعني في بيتها يعني. اوكي. فلقيت اسمها دينا سند، فقالت لي عمي اسمه فتحي سند. قلت لها انا بحب الكوره بكتب وبتاع. فمهم ايه، رحت قابلته وقلت له ان انا عايز اكتب. كان في بتاع مكان كده ورا هتلاقيه اسمه بتاع القراء بالمناسبه يعني، هتلاقيه ورا يعني او حاجه. فاهم قصدك. مساحه للقراء كل واحد يكتب فيها زي عمود او حاجه صغيره. بعت له بقى بينزل لي بقى بجد. طب والله ده شيء هايل في القراء. حضرتك كنت شايف حاجه يا كابتن فتحي يعني فطبعا كانت ايام. انت بتتكلم في 2006 ده كانت بدايتك في الكوره. 2006 يعني حصلت ولا كانت لسه؟ لا 2006 كنت 18 سنه. ف يعني انا اشتغلت في المراسل وانا 19 سنه. دي مفاجاه تانية جامعه. دي انت فاجئتني. بس انت قلت لي برضه انت كنت واحد تاني. كنت شكلي طبعا مختلف. يعني انت كنت واحد تاني ما كانتش معروفه. شكلي ملناش دعوه بيه. اوكي يعني هم طبعا انت فاهم ان هم هيجيبوا الصور وما تقلقش انت كده الواجب ده هيتعمل معاك يعني واجب الصور ده. كجوده بقى طبعا ده من المدربين مانويل كاجودا اللي مروا على الزمالك يعني مرور الكرام. استاذ اسامه ابو زيد ده رئيس نادي الشمس دلوقتي بجد. وكان رئيس تحرير مجله الزمالك مده طويله، وراجل انا بموت فيه يعني. وكان رئيس تحرير برنامجي في قناه اسمها ميلودي سبورتس. وكان هو عارف ميلودي سبورتس. كان هو لونه احمر. كان لونها اخضر، لوجو اخضر كده. اوكي ماشي. فكان هو اللي يعني بيدير البرنامج. برضه عدى في المجال الرياضي، يعمل كذا واعمل كذا وضيفك هيبقى فلان. كان هو اللي يعني بيتزعم. عدى شويه حاجات في الكوره في مصر عامه. انت لما تقعد تفكر فيها كده بقى بمختلف الاعمار، قنوات فتحت ومنتديات قفلت وبلوجات فتحت ومش عارف ايه وويب سايتات ومش عارف. وفي النهايه يعني وصلنا للسوشيال ميديا. ايه ده؟ رفض احتراف جونيور ده كان محترف غني في الزمالك. يا لهوي. بس ده عمل كارثه. فاكر ده عمل فعل فاضح كده في الملعب. يعني قام مشاور كده وتوقف مش عارف 6 شهور ولا اي حاجه زي كده. لا فاكر تاني كمان. انت عارف انا كنت ملخبط جونيور ده مع اسمه ايه، ريكاردو اللي اتضرب ريكاردو. انا بقول لك انا حاضر. انت فهمت انا بفكر في ايه؟ انت انا قاري دماغك. ريكاردو الاشول ده على فكره كنت بحبه وكان كويس. لعيب يعني لعيب كوره. كان وينج. كان باك ليفت وممكن يبقى لا في الثلاثه في 5 2 يعني قدام برضه عادي. لا كان مين اللي ضربه بالقلم؟ عبد الحليم ولا جمال حمزه؟ تحيه ليك يا كابتن جمال حمزه. برضه جمال حمزه ده من اللعيبه الفلاتات. خد بقى اللي جايه دي بقى. دي بقى ده الشغل بقى. خش بقى عليا. ده الشغل اللي احنا عايزينه. ايوه معتز اينو. ايوه كابتن اينو في الزمالك. ايوه كابتن اينو. لن اجدد وساحترف في البرتغال، ولكن يعني ابعت تحيه ليك يا كابتن اينو. ترقيصه كويسه. هو ركب الطياره وراح على الجزيره. حلوه اللعبه الحلوه كابتن اينو نقول عليها حلوه. هو قال ايه؟ ساحترف في البرتغال. ما حددش انهي برتغال. ايوه صح. في بقى فخين وقع فيهم الزمالك. تحيه لزميلي اسلام فاروق طبعا صديقي اللي عامل الحوار مع اينو وقتها يعني. بس اسلام انت ما عرفتش ان هو كان رايح الاهلي وقتها يعني. مالناش دعوه. الناس دي لسه موجوده. اسلام ده طبعا اسلام ده حبيبي برضه. تحيه طبعا. تحيه. فطبعا هم اسامه ابو زيد مع اسلام فاروق ومنتصر الرفاعي. ماشي انا عارف منتصر الرفاعي. مثلث برمودا. ماشي على طول. الكينج واديسون للبيع. الكينج حسن ده ولا الحسن؟ الكينج ثاني. كينج ساني. كان عندهم حاجه اسمه حاجه الحسن، بس ده اظن في كريم الحسن مدافع غاني ده على الله حكايته. على الله. ايوه ده جه الزمالك برضو فتره. الكينج ساني. الكينج ساني بقى ده. واديسون والله اديسون سوزا ده بالمناسبه لما الزمالك جاب لعيب، انا قلت لعيب برازيلي في مصر دي حاجه اكسايتنج يعني، لعيب برازيلي. بس ده ما طلع توماس اديسون اللي اخترع اللمبه تقريبا. الناس تفتكر ان انا بقول جه وكده يبقى انا زملكاوي، بس يعني مش عايز حد يشغل دماغه عشان انا بقول بتكلم على طبيعتي. ما سالتش في انتماءات. لا انا بقول بس ما تستنتجش عشان استنتاجك هيبقى غلط، وهتقول اهلاوي هيبقى غلط برضه. مش كل ما يعرف يقال يا جماعه. شكرا. قرعه افريقيا السهله الخادعه دي بتاعه افريقيا 2008 لان السوبر ده كان في الصيف. السوبر ده كان في الصيف 2006 كنا لعبنا خلاص وخدنا.
2008 قرعه التصفيات افريقيا 2008 كان فيها موريتانيا وبوروندي وبوتسوانا. انا بقى بحس ان بوتسوانا دي علينا في المقرر. 3 قال لك ما صعدوش ولا مره يعني. امال ايه اللي خادع في الموضوع؟ طيب يعني بس النوم في العسل. بص العنوان النوم في العسل مرفوض، يعني لازم ناخد الامور بجديه. كان في شويه منشتات زمان برضو، دي كانت الميزه. منشتات اللي هو ايه، الجبلايه تودع اللعيبه في الحبس، عارف الحاجات اللي هي تن 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 كده. وتلاقي الموضوع عادي، الموضوع بسيط خالص يعني. لو مزهقك الجورنال موضوع بصوا اصل النص الثاني من الاخبار الرياضه كان بيبقى ليه علاقه بالدرجه الثانيه والالعاب الاخرى. ده لما كانوا بيهتموا بالدرجه الثانيه والالعاب. وفي الاخر في حته كده اوتو فيستر الالماني مدربا لمنتخب توجو. اوتو فيستر ده برضو اوتو فيستر وكلود لروا الله يرحمه. مات كلود لروا اظن. لا والله مش كلود لروا اللي مات بتاع سوري، اللي مات بتاع السنغال سوري. اسمه ايه ده؟ انت نسيتني اسمه يا عم، انا مصور معاه اللي هو كان شعر. ايوه وكان هنا في 2006. ايوه الراجل ده شكلي وحش قوي مش فاكر اسمه والله. بس انا عارف تتكلم عن مين. هو كان ماسك منتخب السنغال وكده، راح ماسك الوصل الاماراتي اعتقد. ال4-5 دول لفوا على المغرب كلهم. وهيرفي رانار متقمص برضو الدور ده، اللي هو يلا نلف على اوتوفيستر كان كاريزما جامده، بس الستة غيرت. اوتوفيستر ده كان في السلسله صح؟ خلصت عليه. رئيس عصابه اوتوفيستر. هو كان بيبقى قاعد كده ايوه مقتب كده وكان اصلع من نص ساعه. كان رئيس عصابه. وفاكر انا المانشيت بتاعه لما قال لك ادعو جماهير الزمالك للاحتفال بالفوز على الاهلي قبل ماتش 6-1. انا مش هنسى القصه دي. كان جميل. لا كان لذيذ. تسبب في واحده من اكبر النكبات. خش عليه. ده بقى نجم طفولتي الاول والاخير يعني. الاول وفي ناس تانية بس هو الاول بفارق يعني. احمد حسام ميدو. فميدو واثق من نفسي ولا اخاف احد. هو لغايه دلوقتي واثق من انت لغايه دلوقتي يا كابتن احمد واثق من نفسك ولا انت خايف احد؟ احنا كنا بنتكلم قبل ما نصور على انه يعني ميدو ده كان وما زال بالنسبه لي. انا مثلا انا كنت بسافر انجلترا كل سنه يعني، وما زلت لما كان ميدو كمان بيلعب هناك كنت بنزل المطار عايز اقول لهم ايوه انا من بلد انا مصري. ميدو عارف لو انت عايز تخش تقول ميدو في اي حاجه. بص في واحد هنا كاتب ايه، هم حاطين صور عاملين زي يعني تحقيق كده مش عارف عن ايه. اللاعبون يعترفون بالحقيقه الاحتراف في مصر وهمي شكلا وموضوعا. اوكي. واحمد كشري بيقول في الخارج يرفضون الكلام خلال المران فاين نحن من هذا. ماشي ما علينا يعني. بص ده مكتوبه ازاي. بص ده مين ده؟ ابو تريكه مكتوبه بالالف. ابو تريكه في الالف. لان في الترسانه لسه ما كانش حد عارف هي الف ولا تي مربوط. ما حدش يهتم يدور يعني فاهم. فاللي هو عبد الحليم علي. طب بص بقى والله العظيم الكره المصريه دي احنا 2001 عبد الحليم علي لا تحاسبونا في ظل دوري غير منتظم. هو برضو من 2001 يا كابتن عبد الحليم ما كانش منتظم. هي سمه الدوري بتاعنا كده. احنا في 2025 بعد 24 سنه من 2001 ما زال الدوري المصري الدوري برضو مش منتظم. تخيل يا كابتن علي علاقته بالكوره برضو لازم كل مره كل حد يجي اقول له الموضوع ده. الجوهري يطلب الغاء الاحتراف في مصر اصلا بقى يعني. اصلا عارف المشكله والله ده كان باصص لبعيد برضو طبعا. بس ما كانش يعرف ان النهارده اللعيب الافريج بياخد 10 مليون عادي. الافريج يعني في لعيبه مش عايز يقدم ب 15 20 مليون. بص بقى ميدو برضو انت خلي بالك ميدو مواليد كام 83 اظن. يعني احنا بنتكلم ان هو في النسخه دي هو عنده 18 سنه. انت متخيل؟ بص بيقول ايه، لو قعدت في الزمالك لو بقيت في الزمالك لجلست الان على دكه البدلاء. والله العظيم بيتكلم صح. انت عندك لعيبه هنا في مصر بيجي لها عرض مثلا من فرقه في ايطاليا فمثلا النادي بيقول لا مثلا احنا عايزينه وبتاع وبيمشي فري مثلا بعد سنتين. يعني احمد حمدي الاهلي رفض ان هو يسيب الاندونيسي وسابه للجونه اعاره وبعد كده الجونه اشتراه صح يعني. فاللي هو وانتهى بيه الحال في الزمالك لعيب جامد طبعا. لعيب جامد قوي. لا بص عشان ما يعني هي دي كوره في النهايه مش هنفتي. هو لعيب جامد طبعا. لعيب جامد طبعا. لا لعيب جامد يعني. طبعا برضو ايه يعني الاستاذ خالد توحيد رحمه الله عليه كان صحفي انا عارف الاسم بس مش عارف مدرسه لكن مدرسه يعني برضه توفى من فتره ربنا يرحمه يا رب. قدامي صوره لبيير وومي البرازيلي الكاميروني في ماتش مع منتخب البرازيل في كاس القارات. هي دي القارات ده كاس القارات 99 كلام 2001 دي البطوله اللي حصل فيها لا دي اللي مصر خسرت فيها.
لا يا اخي دي 2009. في 99 اللي خسرنا 5. لا مش دي دي اللي هي توفى فيها لاعب كاميروني مارك فيفيان فوي في ماتش فرنسا. كانت يعني مأساوية. كانت مأساوية فعلا يعني. طب سايب بمناسبة كأس القارات والمنتخب، يعني انت ايه الاحداث اللي معلقة معاك من موضوع المنتخب ده؟ يعني ايه الحاجات اللي انت مثلا يعني، او حاجه انت ما كنتش متخيل ان ممكن ده يبقى بيحصل في الكره المصريه فلما اشتغلت في الاريا دي؟ اقول لك حاجه والله العظيم عمري ما قلتها. يعني ايه يعني ما اعرفش المفروض تساله ولا لا يعني. بص احنا هنقولها لقينا بعد كده ان هي ما ينفعش تقالها. من هقول كنا بنهزر بالظبط كده. انا استلمت مع المنتخب لبس اديداس مضروب والله العظيم 3. ولعبت المنتخب كلها عارفين الجيل ده. انا اشتغلت في 2011. كان المنتخب قوامه ابو تريكه وبركات، ما كانش بركات، كان اعتزال دولي. كان ابو تريكه وائل جمعه والحضري وزيدان ومتعب وشوقي وحسن مصطفى لا مش حسن مصطفى متهيألي، حسام غالي وسيد معوض واحمد حسن وانا سعيد لا ما حضرتوش. بس يعني نجوم كتير يعني. انت بتتكلم بجد؟ عندي لغايه دلوقتي. انت لو مسكته هتقول مضروب يعني، مش محتاجه يعني. احنا وقتها بجد وكان وقتها كنا مثلا بنروح فندق معين. فمثلا ايه الناس كانوا يعني اللعيبه بيقولوا الفندق ده يعني مش قد كده. بالمناسبه دلوقتي مستحيل حد ينزل الفندق ده كفرق يعني، دلوقتي الفرق بتتعامل احسن يعني. بس وقتها قالوا ان الفنادق كلها مش راضيه تاخد المنتخب لان كل فندق المنتخب عليه ديون فيه، فاهم؟ دي كانت فتره برادلي ده. الراجل ده ما اشتغلش في اجواء ادميه يعني. بص طب انا هقول لك يعني احنا عندنا الحته اللي جايه كده كم سؤال سريع وتعليق. بس انا برادلي ده لما نيجي الوقت الاسئله اللي جايه هحطه من ضمن الاسئله وهقول لك عليه حاجه انا عارف ان هي حاجه قاسيه جدا. هي حاجه قاسيه انا عارف، بس ما هو ده الواقع. انا كنت المنسق عليه المترجم بتاعه كمان. ما انا عارف ما انا عارف، بس هقولها لك دلوقتي. مش استنى انا متفهم ان هو كسب كل الماتشات وعمل كل حاجه، بس في النهايه ما رحتش كاس العالم. ما رحتش طبعا. بس بص يعني هقول لك برضو على حاجه. في يعني انا بقول ان سيناريوهات الكوره برضو يعني نظام التصفيات اللي فيه بلاي اوف في الاخر ده بالنسبه لي ده نظام معفن. ما ينفعش انا اقعد العب مجموعه بجد اقعد العب مجموعه 3 فرق بلعبهم رايح جاي، واسافر غينيا واسافر زيمبابوي واسافر موزمبيق والعبهم كلهم رايح جاي واكسب ال6 ماتشات، وبعد كده تقول لي ماتش رايح جاي. هو ده كان ماتش رايح جاي صح. ماتش رايح جاي صح. وانا بلعب غانا ونيجيريا بتلعب اثيوبيا صح. لا موافقك طبعا دي حاجه انا بس طبعا انا وجهه نظري انا عارف ان هي سطحيه وخد بالك لا مش سطحيه انا عشان بس ايه حاسس المحصله 0 ده رقم محدش يقدر ينكره يعني. ايوه انت بتتكلم صح ويصعب عليه المجهود. لكن انا اقصده ايه، انت لو في مجموعه وده الطبيعي مين بيتاهل بماتش يعني. انا اعرف ان التواني يخشوا بلاي اوف لكن صح. انت تقعدني يعني مثلا زي هو كوبر صعد ازاي، كان معانا غانا في المجموعه وكان في بقى ناس تانية وده بيخبط في ده وبتاع، فاهم ازاي؟ كان ده النقطه. فانت النهارده مثلا كلمه دي اوف دي كلمه موجوده في الكوره حقيقيه. البرازيل خسرت 7-1 من المانيا على ارضها فاهم. فمصر تخسر 6-1 فضيحه وكل حاجه، وحاجه التاريخ هيذكرها زي ما بيذكر ان المانيا كسبت البرازيل، بس حاجه بتحصل. فانت ليه تخليني ان يوم واحد يحرمني من 4 سنين كوره كاس عالم؟ احنا كنا نستحق نوصل والله العظيم في النسخه دي. انا عارف بس كان نظام وحش وبايخ ودمه تقيل. وبقول لك اثيوبيا بتلعب نيجيريا، وبالمناسبه اثيوبيا انا مش فاكر سيناريو الماتشين يعني. اثيوبيا احرجت نيجيريا كانت تصعد كاس عالم ونيجيريا تخرج. فاهمك. فاللي هو يا باشا كل ده عشان ماتش عشان دي اوف صد رد ولا فكانت حاجه يعني. انا هحذرك من المجله اللي انت مسكتها دي قدام ايه زوجتك وقدام علي زايد، عشان انا ماليش دعوه بالمجله اللي انت مسكتها. لو مش عايز تقول اللي فيها براحتك بقى، انت حر. لا قول الغلاف اللي انت قلبته ده. لا ما انا شايف في عوق هي اللي بعض خالد الذكر وطيب الذكر. ايوه طب ليه نقلب ليه يا عم؟ ما نشون بقى شويه حاجات كانت جميله. ليه خلع الحذاء للمصريين؟ انا كنت قاعد فوقيهم. في حد قلع الجزمه في المقصوره هيكون مين يعني؟ يعني مش حاجات الجامده دي. انا كنت قاعد فوقيهم بجد يعني المقصوره، وكان في فوقيهم كده حاجه اسمها مقصوره الضباط، وانا ابويا كان ساعتها في الشرطه وكان في الاستاد. كنت قاعد فوقيهم. ايه دي؟ قال لك ايه؟ بعد فشل المفاوضات الزمالك يرفض تسديد فاتوره طارق التايب. فبيقول لك في سريه تم
الزمالك فاوض طارق التايب وهو بيلعب في تركيا. طبعا طارق التايب ده احرف لعيب كوره شافته يعني في الوطن العربي، من احرف يعني. فقال لك ان طارق التايب كان فعلا جه مع خاله ونزلوا في فندق 5 ايام والمفاوضات فشلت. فالزمالك بقى المفروض يدفع فاتوره الفندق، فرفضوا. فقال لك ايه بقى؟ فقال لك قال لك اضطر التائب لدفع الفاتوره بنفسه وهو في حاله سخط شديد. والتائب اقسم باغلظ الايمان، مكتوب كده اغلظ الايمان. مكتوب التائب اقسم باغلظ الايمان انه لن يلعب في اي فريق في مصر، وكتاب اللي انا جاي البلد دي وربنا انا ما جاي هنا تاني. ولو منتخب ليبيا هيلعب مصري مش جاي. طارق التايب ده فعلا كان بيبقى ماتش ليبيا ده ماتش اسود علينا بسبب طارق التايب. وفاكر كمان احمد المصلي. المصري كان جه الاهلي فتره، يعني مش جه لعب، جه اتمرن فتره وكان عنده مشكله طبيه دي اللي منعت انه يجي الاهلي. انت عارف كده؟ اقول لك على قصه غريبه جدا. انا شفت التدريب ده لايف بجد. اللي هو احمد المصلي. كان راح الاهلي، نزل الملعب، قال لك ان هو لعيب جامد بس عنده مشكله طبيه، فالاهلي عايز يشوفه في الملعب. عملوا عليه كشف طبي لانه عنده مشكله في ظهره. اوكي. بس هو المصلي والطيب كانوا، المصلي ده كان فيرود. المصلي ده انا صدفه، انت مش هتصدق القصه اللي هحكي لك دي. ده كان واحد من نجوم الكره الليبيه يعني. ايوه. بلعب خماسي في ملعب بتاع حد قريبنا في حدائق الاهرام. ده الكلام ده مثلا بكلمك من بعد الثوره مثلا في 2015. وفي الفتره دي يعني كان عندي ظروف صحيه ما، فكنت بقف جون. ايوه. هنلاعب مين يا جماعه؟ هنلاعب ناس جايين بتاع جون بتاع كابتن احمد مش عارف ايه، يا كابتن مسلم. فحسيت اشك في الموضوع. بس مش هيبقى في 2 احمد المصلي واحد منهم في حدائق الاهرام يعني، مستحيل يعني. ايه يعني. فرحت كده لابن خالتي قلت له بقول لك ايه، هو ده اللي كان بيلعب في منتخب ليبيا ويلعب في ليبيا؟ قال لي هو. اقسم بالله رجله والله مطرقه. يا نهار اسود، على بلعب قدام واحد كان بيلعب في منتخب ليبيا وانا واقف جون. والله العظيم 3. قعدنا بقى نلعب مثلا ايه، التاريخ كان ساكن هناك في اكتوبر ولا حاجه، وقعدنا بقى بلعب مع نجم منتخب ليبيا عادي بقى كل يوم جمعه كاجوال كده ضده عادي. كان عايش يعني في مصر. بس كان راجل لذيذ جدا الصراحه. بس وقتها يعني اكبر مني بشويه يعني، مش اكبر مني عادي يعني. لا الليبيين عامه لا كان لذيذ جدا. ناس خد اخر جورنال تاخد حاجه. بص بقى، انا كان عندي مشكله زمان بجد مع المنظر ده. الابيض واسود. لا ما ينفعش افتح مجله الاقيها من اول صفحه ابيض واسود. والله ما بهرجش والله. فاهمك. والله ما بهرج، مع ان الغلاف ملون وحلو يعني جميل. انت هنا ما اصل انت برضو زمان وانت بتشتري انت ينفع تمسك، يعني انا همسكها الاول. على فكره انت بتمسك وبتقلب. ولما بتلاقي حاجه عجبتك بتشتري يعني. تقرا الخبرين وانت ممكن تقرا وتمشي اصلا يعني. فاللي هو ايه، افتح على ابيض واسود والله ما انا ايه مش جايب. لا خد واحد ده، انت اكيد بتحب واحد فيهم انت دول. عالم الرياضه طبعا. بحسه في عالم الرياضه وكان في عالم السيارات. بص الغلاف يا جماعه، يعني تخيل احنا كنا عايشين في عصر بنتفرج عادي كده بنلاقي الاثنين دول بيلعبوا. ده ايه ده؟ كاس قارات زيدان ورونالدو، كاس العالم رقم 16، اخر واجمل بطولات القرن العشرين. بس ده ايه ده ايه ده؟ كاس قارات ولا ده 98؟ هو مكتوبه غلط على فكره. بص مكتوبه ايه عشان بس ما يذكرش ان انا اعمى يعني. بص مكتوبه ايه 1988. لا مكتوبه غلط. مكتوبه غلط لان هي 98 فرنسا 98، بس تاريخ الجورنال مكتوب بجد غلط يعني 1988. تصدق انا ازاي 88 الجرايد موجوده عندي في زيدان اهو يعني 88. ايه ده؟ كانوا بيغلطوا في في تاريخ انت مش لسه مطلع ابو تريكه بالالف؟ ابو تريكه ده دونجا. لمحت انا دونجا بس دونجا بتاعهم، دونجا الحقيقي. عمر الحقيقي وصل. ده زمانه يعني، بس يعرف اللي بيحصل في اسمه. كل اكاديميه فيها 2-3 دونجا وفي الزمالك في دونجا بمناسبه انا لا ماتش الاهلي والجونه اللي هو كان من كام اسبوع ده. في واحد في الجونه اسمه اسلام كهرباء اظن. والله وانا مش اشتغلت في الكوره فتره لما كنت بمرن في الجونه يعني. كان بيجي لنا شباب صغيرين، انت اكيد عارف وهنتكلم على موضوع الشباب الصغيرين ده يعني. مسمين عيالهم بقى مثلا كهرباء والونش بص انا عندي مشكله في الموضوع ده. انا عندي اكاديميه، ما انا عشان كده كنت يعني فتحت معاك التوبيك ده يعني. فعندي مثلا بيجي ولد مثلا جديد مثلا اسمه ايه أيوة. فلان، مش هقول اسمه عشان بس طبعا ماشي. بس يعني فلان مثلا ميسي. أيوة. ميسي تمام. ميسي يا عم ماشي، ما بيعرفش يلعب خالص. ايوه. طب ليه يا ابني؟ على فكره هو اصله مش عيب ان هو انت ليه ضغط الضغطه دي يعني؟ ليه انت اهلا وسهلا انا ميسي؟ يا حبيبي في ايه؟ الجمله ما تركبش. محمد عادي او اي حاجه يعني. واقول لك على حاجه، انا موضوع كهرباء ده تعرضنا له وغيرنا له اسمه،
الصراحه يعني كان معايا في الفرقه كابتن. انا منع احنا عملنا كده منع الاسامي في الاكاديميه عندنا. كنت بشتغل يعني، كان المدير الفني بالذات الاجنبيه يعني. انت ممكن مثلا تسمي مثلا ولد اللي هو ايه، لا يعني كلمه كهربا دي بيقولوها اللي هو ايه، مطرقع بتاع، لكن اللي هو ايه فلان مثلا دوت اقول لك ايه مثلا محمد امبابي مثلا، لا لا معلش، لا يعني خلي بالك حتى ايرور على الودن، ايرور مشكله يعني. محمد امبابي، طب ده ايه ده هيصلي معانا الجمعه ولا مش هيصلي معانا الجمعه؟ يعني لا كان والله حاجات مش مفهومه يعني. انت اصلا ذكرياتك في الفتره دي بقى بتاعت 98 و2000 و2000 بتاع التلفزيون كان عامل معاك ايه؟ سيبك من الجمهور. بص كاس العالم 98 ده انا كنت وفي البطوله برضو اللي اتفرجت عليها بمناسبه نيجيريا دي يعني، اتلانتا 96 الاولمبياد. بجد كانت ممتعه قوي، لان منتخب نيجيريا، انت عارف نيجيريا طلعت مين في اتلانتا 96؟ نيجيريا طلعت الارجنتين. اوكي. وكسب يعني، كانت البرازيل كانت الارجنتين كسبانه 2-0، نيجيريا رجعت عليها 3-2. وفي النهائي كانت البرازيل كسبانه 3-0، نيجيريا رجعت عليها 4-3. هو ده اوكوشا؟ اعتقد اوكوشا وكانوا نوانكو كانوا واوليسي وبابايار وبابانجيدا ومش عارف ايه. ده كفره، ده لعيبه كفره دول. مين بقى المدرب؟ كفره كرويا يعني. مين بقى المدرب؟ هتتصدم صدمه عمرك. بونفرير. يا راجل. ده من افشل فترات الاهلي يعني. طب دوري سيد عبد النعيم ضاع مع بونفرير يعني. هو كنت تحسه مدرس تاريخ. هو بونفرير كل اللي اتمرن معاه قال لك يعني ما اتبسطوش معاه، وهو طبعا مرتبط بدوري سيد عبد النعيم كمان. بونفرير في حاجات عيب هنا، فمش في حاجات. لا ده منتج باولو بقى. مش منتخب ايه صحيح؟ برازيل. بس انا بحب البرتغال عشان البرتغال برضو انا يعني رونالدواوي. لا انا كانت وش خير عليا يعني كايجنت، وديت لعيبه البرتغال وتعلمت بقيت اتكلم برتغالي بجد. ورحت مثلا البرتغال بتاع مثلا 15 مره ولا حاجه. بجد قعدت كنت بقعد هناك بقى بال3 شهور يعني. كنت بروح مثلا، انا وكيل صالح جمعه، فكان بيلعب في ناسيونال ماديرا. تعال بجد. وكيل صالح جمعه. كنت بروح اقعد في ماديرا، جزيره ماديرا اللي رونالدو منها. بروح اقعد فيها مثلا 3 شهور بجد. 3 شهور. انت قعدت وكيل صالح جمعه لغايه ما بطل؟ لا مش لغايه ما بطل. طب في الاهلي يعني لغايه ما هو ماشي من الاهلي. يعني انت كنت وكيله وهو في الاهلي؟ وهو في الاهلي انا اللي عامل دي للاهلي. برضه. طب معلش ممكن نخرج بره سياق الموضوع خالص بقى؟ معلش انا والله سيبك من الجرايد. والله انا سألك سؤال، عمرك سالته بيعمل ليه كده؟ ما فيش اجابه، مش هتلاقي اجابه لاي حاجه بس يعني عارف انا جلدي ورم يعني. ده واحد من اعظم المواهب اللي كان ممكن يبقى ليها شأن حاجه والله العظيم. 3 كان واحد من الناس اللي يعني صالح جمعه بطل. مش عارف بطل، هو مش في نادي بس ممكن يكون هيرجع، انا ما اعرفش طبعا. صراحه اكتر حاجه عارف انقطعت اخباره بالنسبه لي. اكتر حاجه عجباني فيه الصراحه ان هو غير ناس كتير يعني. هو طلع قال لك يا جماعه انا خدت كل الفرص وانا اللي ما احترمتش نفسي. فايه يعني بقى ده ايه الحلو في كده؟ يعني في ناس بتطلع تقول لك اصل انا اتظلمت وهم ما اتظلمش. لا اصل هو يقول ان الناس حاضره. لا يعني انا في يعني ناس بس الدنيا دلوقتي اوضه وصاله يعني. مش عايز اذكر اسامي مثلا، بس في ناس بتقول لك مثلا ايه يعني مثلا عمرو سماكه برضو بيطلع اظن يقول انا ما اتظلمت يعني انا اللي ظلمت نفسي. انا احب ده حتى لو مش هتضيف شيء، بس يعني على الاقل يبقى عارف يعني. عشان في ناس بتعيش في هذا الوهم اللي هو انا اتظلمت وجم عليا وبتاع. لا يا معلم في هنا قال لي فايه بقى يعني. ايوه فايست ايه الميزه بقى يعني؟ ايه الميزه؟ ايه رايك حضرتك في السويد؟ الاتحاد يدرس تصورات طلعت يوسف. النهارده واحنا بنتكلم الكابتن طلعت يوسف هو مدرب الاتحاد. 6 مرات بالمناسبه 6 مرات دي السبعه اللي احنا فيها، دي السبعه. انت عارف كده؟ يعني طلعت كنا بنتكلم قبل ما نصور برضو يعني. لو انت من جيل شويه جديد، فكابتن طلعت يوسف وكابتن حلمي طولان وكابتن طه بصري رحمه الله عليه، وكان في حد رابع كده كانوا من اساسيات الدوري المصري، انور سلامه. كابتن انور سلامه. طبعا. كان في حد تاني كده برضو اللي هو في 5-6 مدربين. انت قلت مين معلش؟ كابتن طلعت. كابتن طلعت. كابتن حلمي طولان. ايوه. كابتن طه بصري. كابتن انور سلامه. كابتن فاروق جعفر. كابتن طارق يحيى معاهم. كابتن فاروق جعفر كان هو طلع الجيش. كان فاروق جعفر. كابتن طارق في المقصه اشهر حقبه ليه. وبعدين الفيديو الشهير طبعا كان ليه طلع الجيش لما ربنا نصرني كده.
ده يعني ايوه تحياتنا لكابتن طارق، وصورت معاه واحده من لا، احلى لا. الحلقات هنا، وتحياتنا عبد والله. الرحمن واحمد وكل حاجه. بحبهم كلهم. الفيديو ده يعني هو والله سيبك من الهزار، هو بجد يدل على ان الكوره دي لعبه ضاغطه للاعصاب جدا، تخلي واحد يعيط على التلفزيون يعني. لا تعمل فيها كده ليه؟ لا بالذات لما تتهم في يعني في التفويت والتفويت يعني ده ليه واقع شهيره جدا. الزمالك والمقصه، فاكر عمر النجدي؟ اللي هو الماتش ده خلص 3-2 باين. ده فرمت الزمالك في استاد القاهره. فرمت الزمالك. هو انا يعني بجد والله انا يعني هقولها كده برضو خلاص زي ما جت في بالي هقولها. انا بيصعب عليا الناس اللي بتتهم مدربين بالتفويت دول. والناس دي بحس ان هي دماغها لا بعيده قوي. فاهمك والله. لان انا اشتغلت في الكوره، يعني انا اشتغلت في الكوره. انا لو انا ليا مصلحه صدقني انت انتماءاتك دي يعني انت ما بتبقاش فاكرها اصلا، وربنا انت بتبقى فاكرها. والله ما بتبقى فاكرها. صح. انت لو ايجنت مثلا وكيلك مثلا في الزمالك او لعيبك مثلا انت وكيله مثلا في الزمالك او في الاهلي، هتبقى يعني انت خلاص تبقى يا باشا ده اكل العيش. طبعا اكل عيش واكل عيش اللعيبه. المدرب اللي بيكسب الزمالك النهارده بيتصيط، المدرب اللي بيكسب الاهلي بيتصيط، فانا على اساس ايه ان انا ابن الاهلي ده فاهم. لا فاهمك جدا. يعني كانوا يجوا يتكلموا مثلا على الكابتن مختار مثلا، كابتن مختار في بتروجيت طبعا. مثلا كانوا يجوا يتكلموا كابتن مختار ان هو بيفوت مثلا الاهلي. كابتن مختار ده بيعذب الاهلي. ده بيعذب ماتشاته، بيعذب الاهلي، بيعذبه بجد مع كل الفرق. مع الاول الانتاج لبتروجيت اللي كان عامل منتخب مصر في بتروجيت. جيل بتروجيت ده فاكره؟ الفكهاني والنوبي ومحمد وعمرو حسن ومحمد شعبان واحمد شعبان وكوفي لا ابراهيم طبعا ومحمود عبد الحكيم برضه تخيل فاهم. فاللي هو وناس تانية طبعا يعني. كان في كده يعني 6-7 مدربين كبار سنا ومقاما طبعا يعني. طبعا كانوا هم الدوري المصري والاهلي والزمالك بس هم اللي كان عندهم اجانب. الباقي كله مدربين محليين. وفي المحله كان في مين اسمه ايه؟ خالد عيد ده لغايه دلوقتي. هو المحله وطنطا هو واخد التوكيل ده يعني. وكان بيطلع لك بقى حاجات يعني المنصوره مثلا كابتن حسن مجاهد. كابتن حسن مجاهد بس مش شرط يبقى مدرب، بس كان كل نادي معروف بايكون. ايكون يعني مش لازم يبقى المدرب بتاعه. فاكر اتحاد عثمان كان في فيرود النهارده هو مدرب في الدوري الممتاز، كان جامد. مين؟ مجدي عبد العاطي طبعا. انا فاكره في انبي. لا ده هو قبليها كان في اتحاد عثمان وراح بعد انبي اتصالات شويه وبطل ولا بقى راح انبي بعد انبي بتاعي راح اتصالات شويه ممكن مثلا. بمناسبه الاتصالات بس كابتن حسام ابراهيم مرنوا الاتصالات، عدوا يعني مروا كده على الاتصالات. بص عارف ده ايه؟ بيقول لك بعد 40 عام من الغياب 2002 السواحل يعود لدوري الاضواء. ايه السواحل؟ عارف ايه السواحل ده؟ لا حرس الحدود. ماشي منطقي ده. طب منطق سواحل ايه يا علي؟ ما تركز زي سواحل حرس حدود يا علي. انا يعني لا ده والله احنا انا مبسوط والله. شويه حاجات جامده قوي. اللي بعد انا خش على اللي بعده على طول. عايز تخش على اللي بعده. ايطاليا بطل كاس العالم 2006 ده كده يعني كانت بوستر هديه. عارف بوستر هديه يقول لك ايه في يعني العدد النهارده معاه بوستر هديه. كان مثلا وانت بتشتري زمان مثلا مجله فيقول لك العدد ده فيه مفاجاه بقى قاتله يعني. سيديهايه؟ لا بوستر هديه. فانت الصفحتين اللي في النص دول بوستر بوستر مثلا الخطيب او بوستر ابو تريكه مثلا تقطع تعلقوا لو انت يعني. وكان بيبقى فيه بوسترات والله حاجات تانية. فده كان بوستر هديه ايطاليا كاس العالم 2006. انا طلياني، بحب الطلاينه قوي، بحب المنتخب، بحب يعني ده انت عارف الاسامي؟ عارفهم كلهم. يا سلام. والله عارفهم كلهم بجد وحياة ربنا. ماشي نصدقك مش هحرج. طب قول لي عشان انا بس مش حافظ الوقفه بس قول لي يعني. في بوفون. ايوه. ماتيراتزي. لوكاتوني. ايوه. جروسو. ماشي. توتي. ده بونوتشي ده ولا ايه ده؟ ده زامبروتا. كانافارو. بيرلو. جاتوزو. وقع مني ده اعتقد ان هو كامورانيزي. ده كامورانيزي مظبوط. انا عارف ده مين بس مش فاكر مين. ده يا لهوي كان في حد برضو اتكلمنا على الموضوع ده واختلفنا ان هو اخره بالاي ولا بالاو بس نسيت اسمه. يا لهوي. رقم 20 بيروتا. او بيروتي. كنا مختلفين. بيروتا ولا بيروتا؟ بيروتا وجاتوزو وبيرلو وبتاع 2006 انا اتفرجت على الفاينل فين؟ في فرنسا. كانوا بيلعبوا فرنسا. يا لهوي كنت في فرنسا. شفت السيمي فاينل فرنسا والبرتغال. فرنسا كسبت. نزلت الشانزليزيه بعد الماتش. اوكي. كانت ايه طبعا
وبعدين بقى الفاينل ده شفته في باريس. طبعا دي كانت نكبه لما حصل اللي حصل ده، احتلال كانهم الارض احتلوا يعني احتلت مثلا. لو طف يا ابني النور يا ابني روح انت وكل اللي وخد بالك في السيمي فاينل كان سيب بعد السيمي فاينل كان المانيا بتلاعب مين؟ سيمي فاينل المانيا وايطاليا. انا كنت في الطياره رايح من المانيا لفرنسا. ده رايح لكل الاعداء اللي انا بشجعهم. يعني انا رحت المانيا 4 ايام كده، رحت فرنسا في الوقت اللي كان عندي 18 سنه، كانت اول سفريه بفلوسي يعني بالمناسبه. فانا كنت في المانيا ما عرفتش ادخل ماتشات، كان كاس العالم شغال، بس كانت التذاكر طبعا غاليه جدا. فكنت بروح الفان زونز وكده يعني، اقعد بقى كده اعيش الاجواء وبتاع. فلما سافرت قال لك يعني ماتش المانيا وايطاليا واحنا في الطياره، لما الطياره نزلت الطيار قال ان المانيا خسرت في الاكسترا تايم. يا نهار اسود. والناس اللي في الطياره في ناس عيطت طبعا. اللي هو لو كان محدش قال له رجعني. بص العدد ده تخين قوي ده. ناخد مجله وبعدين العدد ده من الاهرام الرياضي. تخين قوي ده، مش عارف ده ايه بقى ليه تخين كده، ما اعرفش، بس ده احتفال الدوري ال 28 بيبقوا عاملين بقى يعني بص جايبين التاريخ كله. يعني بيجيب لك ان مثلا بص ده مثلا 8 ده عدد للاهلي مخصوص، ان الاهلي واخد 28 بطوله دوري، 28 بطوله في 42 دوري. وجايب لك بقى ان الاهلي في كل السنين طبعا لقاءات بقى بالهبل وبتاع طبعا مع ثابت البطل وعماد اليماني رحمه الله عليه، كان مدير اداري مده طويله قوي في الاهلي. وليد صلاح الدين انتظروني في الموسم الجديد، سامي قمصان يا رب اكون ربع رضا عبد العال. بعد كده بقى اجيب لك ايه الموسم وجدول الدوري والاهلي عمل ايه في كل الماتشات. يعني مثلا الاهلي والترسانة 3-1 و4-2، الاهلي والمصري 2-2 و1-0 يعني. فارشيف العدد ده عشان كده كبير، كان ارشيف للاهلاويه يعني ارشيف كبير. انت عارف ان انا بجد والله انا اول مره فعلا اتعمق في العدد ده بالذات وترتيب الجدول في كل حاجه. قال لك 9 فرق تقاوم الهبوط للثانيه الاخيره. عايز اقول لك مفاجاه. ايوه. ان انا بالنسبه لي انا والله بجد دي متعتي انا، يعني انا بحب الدوري المصري اكتر من اي دوري تاني. انا كده ماشي، انا كده حتى لو والله انا بحب يعني اقعد اتفرج الدوري المصري شغال، الدوري الانجليزي شغال، الدوري الانجليزي الدوري المصري بالجزمه، انا عارف والله، بس انا بحب الدوري المصري. يعني انا هتلاقيني برضو مشدود للدوري المصري. الدوري الدرجه الثانيه دلوقتي محترفين، في متعه مش طبيعيه في المنافسه. تفتح تلاقي الملعب وحش وكل حاجه وكده، بس انت بجد عندك 7 فرق ممكن يصعدوا، صح، ممكن يصعدوا دوري ممتاز، و7 8 ممكن ينزلوا تحت. ودي نفس المنافسه اللي بتبقى كويسه دايما في الدوري الممتاز على الهبوط والبقاء. هي دي فالعدد ده بيقول لك 9 فرق بتنافس على البقاء للثانيه الاخيره. ده تقريبا نص الجدول ده هنا بيقول لك يعني قبل ان يبدا الاسبوع الاخير. يعني العدد ده كان قبل الاسبوع الاخير، وفي 9 فرق ممكن 3 منهم يتلاشوا. 3 يعني عارف انا زيك كده في موضوع الدوري المصري والدوري الانجليزي ده، لانه انا مصري هشجع، يعني واحد مصري هشجع نيجيريا، انا طبيعي يعني في مصر هشجع الدوري المصري. وفي نفس الوقت انا يعني الطبيعي اللي انا اتربيت عليه من وانا صغير، اتربيت على كل حاجه محلي. انا ده اتربيت كده. كنا في مدارس اجنبي كل حاجه، بس انا القناه 7 ولا الثامنه بتجيب ماتشات الصعيد. والثالثه دي اسكندريه، ولا الرابعه الثالثه اسكندريه، والرابعه اسماعيليه، والخامسه مش عارف الدلتا، والسادسه مش عارف ايه، والاريال. انا اتربيت على الحاجات دي. فهي الفكره كلها انت دلوقتي بقى في كل حاجه بتحصل كل شويه كل وقت، واخبار بتطلع الساعه. انا من كام يوم قاعد كده بقلب لقيت حد صفحه يعني منزله خبر الساعه 2 بالليل، فقلت طب ما يعني ايه اللي حصل الساعه 2 بالليل؟ يعني وفي الموضوع عادي خالص، هو خبر بيتقال في برنامج اتذاع من 3 ساعات ومنزلينه دلوقتي. طب ايوه مين اللي هيشوفه دلوقتي؟ لا بس الفيسبوك كده، بس عشان بقى في ملي، بقى في حشو لا في تفاعل، فانت لازم تنزل بوست كل ساعتين يعني، وفي فلوس وفي بونص في كل حاجه، وفي كيف عايز، وفي تارجت وكل حاجه. احنا الفرق بيننا مش كبير في السن، هما 2 3. انا اول دوري اتذكره انا كعمر يعني اللي هو ايه، حاجه في 2005 2006 وكده. انت ايه اول دوري تتذكره معلق، او مش اول دوري، ايه الدوري اللي معلق معاك للاهلي؟ لا هو في، هقول لك الاهلي والزمالك يعني عشان هقول لك اللي انا فاكره حاجه واللي معلق حاجه. بس اللي انا فاكر في ال 98 99 حسام حسن وفيليكس وكده، الهداف الشهير حسام وفيليكس. الحسام ده الهداف الزملكاويه ولا ايه ولا اهلاويه؟ هو في واحد منهم ما ينفعش يتقال. ايوه
ده الاهلاويه. لا ده اللي هو الزملكاويه بيهاجموا حسام وفيليكس. ده اللي ما ينفعش يتقال. ما الاهلاويه ليه مش هيقولوا حاجه ما ينفعش بجد؟ ما هم بيحبوه. ايه ده؟ يبقى اشرح لي بعد يعني انتوا يا جماعه واعملوا سيرش على حسام حسن واحمد فيليكس. ثنائيه طبعا حسام وفيليكس. ده فيليكس من امتع الاجانب. انا في اجانب معلقين معايا قوي يعني. فيليكس طبعا معلق معايا. في تشيرنو كان الاهلي في القناه. طبعا. هو كان في القناه وكده راح الاهلي ده برضو. بس هو ما بصمش في الاهلي. بس هو راح القناه كان جامد قوي. راح الاهلي ما عملش حاجه وكده راح الاتحاد وبتاع ولف كده. وكان كويس في الاتحاد. تشيرنو ده كان سيراليوني. ومين من بمناسبه الافارقه انا من اول الحاجات اللي عملتهم لما ابتديت اعمل كونتنت ده اوتاكا. وفي العهد شويه الحديث بابا اركو طبعا. اول ريل عملتها تقريبا او تاني ريل عملتها من سنتين كانت عن احسن 5 افارقه لعبوا في الدوري المصري. كان منهم بابا اركو، كان منهم تشيرنو، كان منهم اوتاكا، بس مش فاكر 2 التانيين. بس يعني مش هحط تشيرنو منهم صراحه. بس اوتاكا طبعا لازم. اوتاكا وفلافيو. وكان في وكان في فلافيو وكان في مش فاكر حد كمان. اوتاكا ده كان حاجه والله العظيم 3. دي كانت بدايه شويه معرفتي بالكوره يعني في الوقت ده. اوتاكا راح الدوري الانجليزي بعد كده فبيدل لعب في بورتسموث ولعب في فرنسا كتير. فكان دليل يعني. لكن تشيرنو يعني مش هقول من الافضل في فاهم. بس من الناس اللي هي نوستالجيا برضو تذكرها يعني. بس طبعا الدوري اللي علم معايا فعلا وهو امتع دوري عامه يعني. هو لا يعني مش شرط ده علق مع الناس. لا انا بتكلم عشان الحدث مش عشان اهلي او زمالك. لا الدوري اللي كان فيه منافسه لاخر ثانيه اللي هو بتاع ال6-1 اللي هو الاهلي الاسماعيلي اللي خد الدوري ده بالمناسبه يعني. فمش عشان هو يعني 6-1 ده الاسماعيلي اللي فاز. بس انت ماشي زي بعض وبعد كده الاهلي كسب الزمالك وبعد كده هيلعب الاسماعيلي واتوقف منه في الماتش ده. انا متذكر اعتقد خالد بيبو ما لعبش ماتش الاسماعيلي مع انه كان يعني فاهم 6-1. وحد تاني مش فاكر باين ابراهيم سعيد اعتقد اتوقف في الماتش ده. مليون في المية اكيد ابراهيم سعيد كان موقوف صح. يعني اكيد ده المفروض ان الاهلي بقى يعني بالنسبه للاهلاويه يعني يكسبوا علشان هم زي بعض في النقط. فتعادلوا 4-4. ده بتاع البلن الشهير بتاع شريف محمد. عشان كده اللي كان نفسه يشيل الكوره. المهم خلاص تمام وانت كده تعادل انت زيه في النقط. الاهلي تعادل مع غزل المحله. بس دي وقتها كانت الفرق بتاعت الكوره فرق كوره. اخر ماتش في الدوري ده الاسماعيلي بيلعب المصري خلص 3-2. كابتن انور سلامه كان ماسك المصري. وواحد صاحبي كان بيلعب في المصري وقتها ما كملش كتير في الكوره بعد كده بس كان موجود في اليوم ده. قال لي كابتن انور سلامه دخل الاوضه قال لهم مين اللي شايف ان احنا المصري والاسماعيلي بقى يعني. فمين اللي شايف ان احنا نسيب الماتش ومين شايف ان احنا نلعب بجديه. ففي 2-3 قالوا له يعني الماتش ده مش هيفرق معانا في حاجه يفرق مع الاسماعيلي قوي ومش عارف ايه وبتاع. قال لهم بره السكور. اوف. هم فاكرين ان هو بيتكلم معاهم كاجوال يعني اللي هو لو كده نسيب. فالماتش ده خلص بجون لعمرو فهيم. جون عالمي يعني لو دورت عليه ونزلته جون عالمي. الكوره كانت نازله خدها فيرست تايم في العارضه الجوانيه. ده كان 2-2 وجابوا الجون ده. وانا فاكر فرحه حتى كابتن محسن صالح بره وبتاع لان كان دوري كان ممتع قوي. طبعا كان مؤلم 2001 عشان خلص كده. بس يعني السنه دي برضو اللي الاهلي خد فيها افريقيا من سان داونز 3-0 في القاهره 1-1 سيد عبد الحفيظ هناك. كان قبلها برضو الترجي 1-1 سيد عبد الحفيظ هناك 0-0 هنا. كوره ابراهيم سعيد اللي في العارضه دي فاكرها الكوره اللي ب 100 روح دي. تلاقي دي برضو كوره كده ابراهيم سعيد شاطها من بعيد برضو موجوده على اليوتيوب اكيد. عارفها بالظبط كده. ورجعت وكانت باين ساندي قام شايطها قام جايه في العارضه برضو. فكانت ده في القاهره. ده في القاهره كابتن حماده امام اظن. ده في استاد القاهره جول الناحيه الثالثه شمال. بالظبط فاكر حاجه. فاكر فعلا. فابراهيم سعيد شايط من بعد نص الملعب. ابراهيم سعيد كان حرفيا بعد نص الملعب بشويه. فده كان 0-0. هناك كان 1-0 الترجي. بعد كده كابتن سيد حفيظ بقى جاب جون من بعيد قوي راحت كده. دي كانت الاهلي راح السنه دي من امتع الكوره اللي الواحد شافها عامه يعني. الاهلي في افريقيا كان ممتع قوي. كان برضو في اول المجموعات خالص كان معاه بيترو اتلتيكو اول ماتش بره. بنعيش لك الذاكره اهو. بقول لك بنعيش له الذاكره اهو بفوقه. انا فاكر بفوقه شويه. عارف انت قول لي تاريخ جوازك كام؟ انهي جواز اللي هي ايه؟ تاريخ جوازك. جوازي مش جوايز. قال لي انهي جواز. لا انهي جوايز. قلت اعمل له اختبار مفاجئ. فاكر كل حاجه في الكوره بس فاكر تاريخ جوازك. لا 17/3. الله لا خلاص امان يعني. امان. لا امان والله خلاص يعني. خلاص 17/3 سافرنا الهانيمون. اكمل. لا هو سمع جوازك جوايز فقال لي انهي جواز. يا نهار اسود انا سألت سؤال غلط ولا ايه الموضوع.
طب كمل بيترو اتليكو. الموسم ده في بدايته خالص الاهلي لعب ريال مدريد ودي. اوكي. من مانويل جوزيه كان لسه جاي. حلو. اول ماتش ريال مدريد. بعد كده ساندي جاب الجون في ريال مدريد. نيجيري اشول ما بيعرفش يلعب حرفيا. الله حكايته جاي لسه مصر. وبعد كده الاهلي لعب بيترو اتلتيكو بره، كسب 3-1 وساندي جاب جون برضه. وده كان اعتقد اخر حاجه شفتها لساندي يعني. بس خلاص راح بعد كده بقى الاهلي كمل في البطوله، لعب الترجي سيمي فاينل زي ما بنقول وكده. كانت السنه دي عامه كان متعه. والاهلي كان بيلعب بمنتخب معظمه من فريق شوقي غريب اللي خد برونزيه منتخب عام الشباب. اوكي. كان ابو مسلم، مش عارف، حسين امين، حسام غالي، ابو مجد مصطفى باك رايت، طبعا عصام الحضري طبعا. فكان في كتير شباب في عصام الحضري ده كل ما يجي وماشي الله غصب عني والله نهارنا ازرق. ايوه هو كان المنتخب ده اللي هو كان فيه شريف اكرامي ولا ده اللي بعديه؟ كان فيه محمد صبحي. اوكي. شريف اكرامي اللي بعديه. اللي بعديه ده كان المنتخب 81. اوكي. كان في بقى كان في محمد صبحي ووائل زنجة احتياطي ليه. وشيتوس وجمال حمزه. تعرف ان انا الجيلين دول بتلخبط فيهم. يعني انا محمد اليماني ما اعرفش في انهي جيل ولا اللي بعديه. في شوقي غريب اللي احنا بنتكلم عليه. محمد اليماني. محمد اليماني يا ربنا. محمد اليماني في ال 81. بس اعتقد ان محمد اليماني كان في الاثنين ينفع يلعب باين. يعني اعتقد ان هو 83 كان بيلعب مع 81 اظن. انا فاكر ميدو كان ينفع يلعب مع الاثنين، بس ميدو كان في اياكس اوريدي، ما كانش بيلعب في شغل باله بينا يعني. مش بيلعب في البطولات دي لانها مش في فديت اصلا يعني. وبعدين انت اصلا بتلعب في البطولات دي عشان تروح اياكس، هو في اياكس خلاص. فخلاص يلعب ليه يعني؟ ما تصدقونيش انا يا جماعه. بالظبط. من كل انت اتفرجت على كام بطوله افريقيا المنتخب اللي فاكرهم يعني ولا يعني طبعا 98 دي فاكرها كويس كل الماتشات كلها مع انك عندي 10 سنين. و 2004 كنت في تونس اصلا. بس بعد 2004 دي اللي هي البطوله سافرتها دي الاكثر نكدا. ايوه البطوله دي احنا ما رحناش اصلا، ما جيناش. انا البطوله دي بجد مش فاكرها خالص. انا فاكر 98 بالذات ماتش النهائي، فاكر ابويا وهو بيعيط والله ما بهرج. بس انا انا مدخل 2002 في 2004. 2002 دي بتاع جيرار جيلي، شالوا جيلي وحطوا الجوهري في الشهير بتاع علاء الدين. جيرار جيلي دي بس انا مش فاكر قوي يعني، بس يعني مش فاكرها قوي ولا انا خالص. مش فاكر حاجه في الموضوع ده. 2004 دي كابتن محسن صالح طبعا. كان احمد بلال وميدو وائل الاباني وطارق السعيد، ناس ممكن تغزو العالم. نادر السيد، زي ما رحنا زي ما جينا. عبد الواحد السيد. كانت يعني كان متهيألي كانت مش عارف اقول، بس يعني اعتقد دي يشيلها الكابتن محسن صالح شويه يعني البطوله دي يعني. واكيد مش عارف يعني ما حسيتش. هو كان تاني ماتش الجزائر، تالت ماتش الكاميرون. برضه انا مش عارف ايه المجموعه اللي فيها الجزائر والكاميرون دي برضه. يعني مصر والجزائر والكاميرون ليه في واحده منهم تصنيف تاني وفرقه رابعه متهيألي كسبناها في اول ماتش. لو يعرفوا يقولوا لنا في الكومنتات. بس انا رحت على اخر ماتش في المجموعه بنلعب الكاميرون لازم نكسب. ماتش الجزائر ده كنا كسبانين، اسمه في لعيب اسمه عيشيو. اوكي. جاب جونين. لا هم كسبونا. وهم اصلا كان تونس، فهم جنب تونس، فكان في 25,000 جزائري في سوسه وقتها. بجد كنا لما وصلنا فحاسس ان احنا قليلين قوي يعني بالنسبه لهم. عدد مهول. وبعدين هم مش قصدي حاجه والله، بس هم عندهم السعاده ان هم يجوا ما يحجزوش فنادق، يعني ممكن يجوا ويقعدوا في الشارع لحد مثلا تاني يوم. صح. يعني فاهم. هم المنتاليتي مختلفه طبعا. فقصه دي انا حضرت يعني من الحاجات اللي انا فاكرها برضو مؤثره الماتش ده، وماتش الجزائر في السودان ده برضو كنت هناك. الجزائر في السودان ده انا كان ابويا هناك وقعدنا عشنا ليله توتر. توتر مرعب جدا يعني. بس هو قال لي حاجه ما اعرفش، يمكن بقى عشان الموضوع كان كبير قوي. قال لي هو فعلا ما حصلش حاجه قوي يعني، ممكن يبقى الموضوع كان منقسم ناس كتير بس يعني هو بيقول لي هو احنا داخلين كان في عشوائيه والضباط ماسكين خرزانات وبتاع. قال لي بس واحنا خارجين قال لي يعني كان في هرج ومرج، بس كل اللي حصل ده انا ما تعرضتش ليه وما شفتوش. قلت له ما هو مش ال 30,000 لسه هقول لك بقى. قلت له بص ما هو برضو اكيد في ناس استفردت بناس مثلا في حاجه اكيد. احنا الاتوبيس بتاعنا الدشدش لما وصلنا هناك لقينا في بتاع 7-8 اتوبيسات برضو من الدشدشين. فبس ممكن الاتوبيسات الثانيه كانت سليمه. فاللي هو وفي يعني مش عارف المفروض احكي ده ولا لا، بس كان في عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره ساعتها على معرفه كويسه جدا بوالدي وعمي بسبب حاجات كتير جدا. وهو خرج من الاستاد، المفروض العربيه اللي هتيجي تاخده مش لاقيينها قصه مش عارف ايه بتاع، فشافه وهو عارفه ازيك فلان ازيك علان بتاع،
سابوه. لا ما هو هناك ما كانش حد يعرف. انا ممكن عادي اقول دلوقتي. لا عادي بقى والله يعني الظروف كانت متوتره قوي هناك وقتها يعني. عضو مجلس اداره اتحاد الكوره كان ساعتها ومش يعني لا وهم محمد فؤاد ده عمل ايوه احنا بنموت يا عمرو. ايوه يعني بس والله يعني الناس اللي بتقول مثلا اللي كانت هنا بالذات في مصر يقول لك مثلا ده مزودينها وبتاع، والله لا في ناس فعلا. لا ما هو انا بقول لك انا ابويا بيقول لي ايه التجربه، فانا قلت له ما ممكن تبقى دي تجربه، بس برضه ليه واحد هيقعد يعني ما اقصدش حاجه والله، بس بغض النظر عن موضوع محمد فؤاد ده، ليه مثلا واحد زي نجيب ساويرس اللي محلاته كلها اتكسرت ده مثلا في الجزائر بعديها لما كان عنده شركه في الجزائر، ما هو ده ما حصلش نتاج عادي، ما اكيد حصل نتاج احتقان بالظبط. فاذا الحاجات ليها، وكان بعد بقى ماتش القاهره، فماتش القاهره ده انت مش هتعمل ده غير لما يبقى في حاجه، فهو برضه مفيش دخان من غير نار او مفيش نار من غير دخان، مفيش دخان من غير نار، ولا نار من غير دخان، مفيش نار من غير دخان. المهم ان مفيش حاجه، هو كده الاثنين مرتبطين ببعض يعني، مفيش ده من غير ده. انت فهمت قصدي؟ بس خلاص كده، دي اهم حاجه يعني. انت بتقول لي اول دوري علق معاك 2009 اللي كان فيه ماتش الفاصل؟ مش يعني مش اول واحد اتفرجت عليه، بس ده اكتر يعني، ده اول واحد علق معايا لانه 2006 يعني، انت برضو انت 5 6 كل ده كان دوريات سهله. انا برضو مش هكدب عليك، انا 2001 2 3 4 ده انا مش فاكر قوي. مش هبقى كداب. لا بس هي كانت دوريات سهله اللي هي من اول يعني الزمالك خد 2000 وخد 2002 و3 بس او يعني خد في 4 سنين 3، والاسماعيلي خد 1، ده اللي ما خدش الدوري 4 سنين ورا بعض. بس عشان ما ابقاش كداب، فاكر بتاع سيد عبد المعين بعد كده الاهلي عمل ميركاتو للتاريخ. ده خلاص بقى فاهم. فاللي انا فاكره طبعا 2009 ده اكتر حاجه كان فيها شد وجذب، وبعدين بتاع عوده جوزيه تاني لما قال لهم انا ساكن في الدور السادس و6-1 وحسام ابراهيم وكانوا ماسكين بتاع، وكان في دوري اظن ده نفس الدوري بتاع عوده جوزيه اللي هو كان الزمالك بيلعب بالله بتاع عمر النجدي ده اللي قلت لك انت المقصه ده مثلا فاكره، بس اظن ده نفس الدوري. مش فاكر بقى ايه مع ده بعد 2000 او 2000 حاجه كده. بس المقصه كان فرقه جميله. بس انا الحقبه بقى بتاعت اللي هي اتحاد الشرطه وبتروجيت والناس دي اعظم حقبه كرويه بالنسبه لي. صح. انت ما كانش عندك ضمان واحد، حتى والاهلي كان مكتسح، بس ما كانش عندك ضمان ان انت تكسب كل الماتشات. لا ما ينفعش تكسب كل الماتشات يعني. انت بتلعب بتروجيت زي ما قلنا جيل جامد، بتلعب المصري لا مع كامل ابو علي المرات الاولانيه. لا فرقه. سيبك من اللي انت شفته في اللي حصل والاوقات دي، لا قبلها المصري كان فرقه، كان الاهلي بيروح يلعب المصري في بورسعيد، كان فرقه فيها حسام حسن وسمير كمونه، وشفت الناس اللي شفتهم ابو العربي دول في ابو العربي فعلا. فانت بتلعب فرقه، ومش ماتش سهل خالص. ماتش الاهلي في المحله، ماتش الاهلي في الاسماعيلي طبعا قبل عصر بقى ما بيبيع كل اللعيبه يعني. لا هي دي توقيت ده كان دوري حقيقي. وبعدين انا مره عدى قدامي كده على الفيسبوك في بيج كده، والله مش فاكر اسمها ايه، لو فاكر كنت قلت بتجيب يعني لقطات، مثلا يقول لك ماتش مثلا جولدي والمحله. بحب قوي الحاجات دي جدا. فلقيت جايبين ماتش غزل المحله وبلديه المحله، ده ديربي ده، والملعب فل الملعب طبعا. اللي هو مدخن. يعني الدوري ده فاكر ملعب البلديه عامل ازاي؟ الحيطان ورا الجون بالظبط. انا لسه رايحه من قريب. لا والله. انا شفت في ستوريز انت كانت الاكاديميه عندك بتلعبوهم الحيطان. ده ملعب غريب جدا. يعني عنده حيطه ورا الاجوان، مفيش مدرجات، حاجه في مدرج هنا وورا الاجوان حيطان. زي ما اللي هو يعني جبناها في دوري الناشئين فاهم يعني. بس بيلعبوا عليه في دلوقتي بيلعبوا عليه. بيلعبوا عليه اتجدد وبيتلعب عليه. مين صاحب واقعه شهيره في كل الاوقات اللي انت اتفرجت عليها في الحقبه الجميله اللي انا اتفرجت عليها دي؟ مين اللعيب؟ بس نستثني ابراهيم سعيد، لان ابراهيم سعيد هو صاحب كل الوقعات الشهيره. الوقائع الشهيره. مين اللعيب اللي انت تقدر تقول ده نجم الحقبه دي، سواء عمل حاجات غريبه، عمل اداء بتاع، كان بيعمل حاجات مترقعه، او اكتر واحد معلق معاك من الحقبه دي، من اهلي زمالك غير بتاع يعني وات ايفر، اي حاجه. لما نقول مثلا الحقبه بتاعت 2005 دي 2004 لغايه ما كان المسبحه مثلا 2011 2012 كده، مين اللعيب او بلاش الثلاث لعيبه اللي بيجوا في بالك دايما في الفقره دي من الحياه؟ هو ده في الدوري المصري مثلا يعني؟ عاوز تقول في الاجنبي كمان عادي؟ لا يعني لازم اقول ميدو طبعا. اوكي انا عارف ان هو يبقى لا طبعا عامه في الحقبه الكرويه دي. خلينا نقول 5 عشان طبعا ميدو وابراهيم سعيد دول كده مش هينفع نفوت. يعني مش هينفع طبعا. ميدو وابراهيم سعيد يعني هما اصل انت ابراهيم سعيد ده تتفرج على فيلم تسجيلي، بتشوف واحد بيلعب في الاهلي وبعد كده بيسافر وبيروح بلجيكا وبيرجع، وكده بيروح ايفرتون بيدن شعر احمر وبيرجع، كده بيروح الزمالك، وكده بيروح الاسماعيلي، وكده بيروح الاتحاد، وكده بيروح ليبيا. صح. فاللي هو انت تتفرج على فيلم اكشن. يروح مره يمسك جولدي
لا ويمرن جولدي ويلعب معاهم لازم يعمل حاجه مختلفه. كان بيلعب بلاير مانجر. فاللي هو ده كان وبعدين يستقر بيه الحال خلاص عادي بقى مذيع ومذيع وزي الفل وتحية لك يا كابتن ابراهيم يعني. ناقص لك 3 يعني برضو ليه علاقه بالجدان ولا بالكوره عامه اي يا بص انت انا ابو تريكه طبعا. وابو تريكه كمان لما انا بقيت منسق اعلامي في المنتخب وهو كان في المنتخب فتعاملت معاه فاتبسطت قوي يعني. لانه لقيته كمان شخصيه جميله ومش ناسي مره كده كنا حتى يعني كنا في ترانزيت طويل كده وكنت معدي انا واسلام رمضان كده الترانزيت 8 ساعات في تركيا المنتخب ما بنعملش اي حاجه خالص. ما كانش بقى ساعتها طياره خاصه وكده. دلوقتي الحاجات دي ما بقاش كده يعني ما بتمشيش كده. فامنا دهلنا كده كنا قاعد في مكان بتاع ايس كريم كده على جنب. الدهلنا بتاع مش عارف ايه بتاع عزيمكم قعدنا معاه مثلا 3-4 ساعات اللي هو انا بشوفه طبعا يوميا في المنتخب بتفطر وتتغدى وتتعشى موجود. بس مساحه ان انت تقعد تتكلم معاه 4-5 ساعات دي ما كانتش يعني 2011 ده خلاص. لا في عزه. بص ابو تريكه كنا بنوصل مثلا مطار مثلا الدوحه منتخب مثلا هيلعب ماتشات وديه هناك فكنا نبقى خارجين بقى خلاص لحظه الخروج دي مصريين بقى بره مكتظين كانوا يعملوا ايه يقوموا مخرجين ابو تريكه في حته بعيده شويه كده فالناس كلها ايه تروح تتلم عليه فبقيت اللعيبه تركب الاتوبيس. لا والله بيعملوا تمويه بكابتن ابو تريكه. لا هم الناس بالنسبه لها المنتخب كله حاجه وابو تريكه حاجه. فانت لو المنتخب طالع من هنا وابو تريكه طالع من هنا الناس هتروح لابو تريكه. لا انت و2011 يعني دي انت بتتكلم على تيرمينال تاني ما حدش هيبقى مستنينا في تيرمينال 2011 ده انت ابو تخيل بجد. لا ابو تريكه في تيرمينال 3 يا جماعه. يلا يا جماعه سلام نروح تيرمينال 3 احنا. فطبعا ابو تريكه ثالث واحد. يعني احط حازم امام. يعني برضو حازم امام في جون لي انا يعني مخلط كده من اهل الاجوان كان في ماتش مع الاسماعيلي 4-3 خدها كده كان لابس جزمه بيضه صدق القاهره معادلها كده حطها بشماله في المقص. هو جه يعمل ان هو يعمل باليمين قام مرقص عامل بالشمال. فاللعيب اللي هو هشوط باليمين لا هرقصك واشوط بالشمال ايه يعني ده مش فاهم اجيبك منين. بيرقصك انت نفسك كمشاهد اصلا يعني انت عادي الاثنين كده زي بعض للدرجه دي. فحازم طبعا وحسام حسن حسام ابراهيم يعني احطهم واحد كده واحد. مدير فني مصري من اللي احنا قلناهم او غير اللي احنا قلناهم بالنسبه لك برضو يا فاكره انت مش عارف فاكره ليه بس هو انت فاكره ده معلق معاك الراجل ده ما تعرفش ليه. مصري او اجنبي. انا كنت اسالك مصري وقول مصري واحد مصري بس اللي عايز تقول يعني اجنبي بس او لاعب اجنبي بلاش مدير فني اجنبي لان انا في واحد اجنبي لاعب مش عمري ما هنسى. لاعب اجنبي يعني هتبقى ما بين اوتاكا وفيليكس. هي بقى قبل العصر اللي انت قلت عليه بس ده يبقى اوتاكا وفيليكس. انا اكتر واحد اجنبي معلق معايا في حياتي كميني مارتيني الحارس بتاع حرس الحدود ده. انا التيشيرت اللي كان بيلبسها دي بحلم بيها والله. كميني مارتيني طبعا ده حاجه من اغرب الحاجات اللي هو بسببه اصلا قال لك مفيش حراس اجانب في مصر. يلا عمتك يلا روحوا. كان في هو ساعتها وكان حارس المقاولين رفايل شاكر بس كان بتاع منتخب برضو منتخب زامبيا او زيمبابوي. كان هم دول اظن اللي عندهم افارقه. لا في انطوان بيل ده مقاولين زمان بالظبط. بس يعني ده معلق معايا جدا. وانا بقول لك كابتن طلعت يوسف ده معلق معايا بطريقه لا يعني ما اعرفش ليه بجد ما عنديش معلومه بس كابتن طلعت يوسف معلق معايا جدا. بص مدرب مصري انا اتعاملت بقى كايجنت كمان وكده مدرب مصري انا اختار كابتن طلعت يوسف برضو. كابتن طلعت يوسف في ميزه برضو يعني الفرقه اللي حالتها مهرجله النهارده لما بيعلنوا بس يعني هو من غير ما ينزل الملعب لما بيعلنوا بس ان هم جابوا طلعت يوسف بتبقى منظمه. انا ما يعني ما اتعاملش معاه بس هو لو فرقه فيها هرج ومرج منضبط. هو بيجي حاجه ستريكت مود لا بصات بالبصه بجد لا ده على اللعيبه كلها على التخين. يعني انا عارف انا حضرت فترات كنت مثلا ايجنت اللعيبه مثلا في الفرقه النهارده فلان مشي جه كابتن طلعت فرق شاسع. طبعا هو مدرب دفاعي جدا ده اكيد. فالفرق اللي بيبقى عندها مشاكل وبتخسر كتير وبتاع بيقدر ان هو يلعب لعب برضو تجاري شويه. انا دافع كويس واخطف مثلا كورنر فاول وانت بتبقى محتاج كده. يعني ده لعب مش ممتع بس مفيد لاوقات معينه لوضعك بالظبط كده. يعني مش بقول ان هو يمسك الاهلي مثلا او اكيد لو مسك الاهلي هيعمل فكر تاني بس هو مع كاتيجوري الفرق اللي هو بيبقى دايما معاه مع طبيعه الدوري هو بيبقى شايف ان دي احسن حاجه. فانا بحبه هو راجل محترم قوي في التعامل. انا بقول لك انا بالنسبه لي هو نوستالجيا في حاجات كتير جدا ما اعرفش ليه. هو اصلا ليه رهبه كده يعني انت اصلا ايه يعني انت لازم تبقى حريص قوي ان انا لما اروح مثلا هقابله مثلا كايجنت يعني انا لازم ابقى عندي حاجه عشان يرضى يقابلني تاني. يعني
يعني ده الراجل لو كبير في عيلتكم. لو لقاني مثلا بتكلم في تفاهه ممكن ما يقابلنيش تاني خالص. هو دايما ما بيديني تطلبش مقابلته على الفاضي يعني، فاهم ايوه قصدي؟ ما هو والله يمكن ده سر ارتباط مثلا ان انا متعلق بالكاركتر ده، انه تحس انه ده مثلا عمك او خالك، يعني حد كده اللي هو وقور جدا، شوف تهزر معاه وده بيتكلم جد، فانا حاسه واحد شبهي مني، يعني حاسس ان الراجل ده موجود في اسرتي. يعني اللي هو نرجع للمدير الفني الاجنبي، انت قلت في واحد معلق معاك. الاجنبي بقى طبعا يعني مانويل جوزيه، بس لسبب برضه. انا مانويل جوزيه بقى انا كان حظي لذيذ، انا ترجمت له، انا بترجم فوري. اوكي يعني ترجمه فوريه اللي هو مثلا يبقى القاء وانت تسمع صوتي. بس بترجم فوري رياضه بس، عشان ساعات مثلا كان يجي لي حاجات سياسه بس انا ما بفهمش حاجه. الانجليش هنتحبس كلنا. له حاطط الكرة في المقص وهم بيتكلموا على الاتفاق. الانجليش السياسي اللي هو بيقول لك الريبابليكانز واللي مش عارف ايه، انا ما اعرفش الحاجات دي، الترمينولوجيز مختلفه، فاللي هم لكن الكوره اقدر كمان اترجم. الجون هنا هو الجون هنا. لا وانت في الكوره هتبقى، انا برضو اشتغلتها يعني فاهم. بس طبعا انا وقت ما ترجمت كنت لسه اشتغلتها، بس مصطلحات الكوره انا فاهمها، بتفرج على بره فيعني فترجمت له حوار كان مهم قوي. كان وقتها راجع الاهلي تاني مره وكانت عوده يعني صاخبه جدا. اوكي. فترجمت حوار لكابتن شوبير مع مانويل جوزيه على مودرن 3 ساعات وتلت. ودي كانت اول مره اترجم في حياتي فوري، اول مره في حياتي يعني. هو كابتن شوبير قال لي تترجم، قلت له وانا اصلا مش عارف. وروحت بقى البيت قعدت ريهرس بقى، يعني قعدت اتمرن، حطيت سماعه واسجل لنفسي صوت، اسمع الانجليش واترجمه وكشبه، واسمع صوتي بقى لوحده عامل ازاي، ده اللي هيوصل للناس. الاقي ان انا مثلا بطيء قوي، رتمي وحش او مش عارف ايه. قعدت بقى 2-3 اتمرن ليلتها. بعد كده عملنا الحلقه، وبعد كده ترجمت بقى الجوزيه كذا مره، ترجمت له 3-4 مرات. بعد كده ترجمت لبرادلي، بعد كده ترجمت لفيليكس لما جه مصر، ترجمت لاوتاكا لما جه مصر، ترجمت للنجوم اللي انا بموت فيها، وكنت ببقى قاعد امتع حاجه في حياتي، لان بترجم للعيب انا بحبه جدا. بعدين انت الساعه والساعتين الجايين دول انت اللي انت هتقوله انا يعني انا وانت واحد دلوقتي، وببقى قاعد كاني بتفرج. لان انت خلي بالك الترجمه الفوريه بعد شويه وقت انت بتنسى ان انت بتترجم. هي عامله زي مكنه اللحمه المفرومه. انت بتدخل اللحمه سليمه بتطلع مفرومه، فانت بتنسى، بتبقى كانك اكشلي بتتفرج بقى. فالناس كانت ساعتها قالت لي ايه على حوار جوزيه ده بالذات، الناس قالت لي انت يا راجل لما هو بيتاثر كنت بتتاثر معاه، لما بيضحك كنت تضحك معاه. قلت لهم لا، انا فعلا ببقى متاثر وبضحك. انت نسيت لو عبد الرحمن اصلا بتفرج عبد الرحمن. يعني لما جت سيره محمد ابو وهاب وكان متاثر جدا، انا كنت متاثر حقيقي. مش بمثل ان هو عشان تاثره، فاهم. فانا بحب مانو جوزيه، وفي بوند كده هو كان برضو يعني بيرتاح في وانا اصلا المذيع يعني كان شوبير هو بيسال السؤال، انا ببقى لقطت السؤال فبترجمه له كله قبل ما فاهمك. كان شوبير يخلصه. انت خلاص لقطت ان هو هيساله مثلا عن الماتش الفلاني خلاص. فاول ما كان شوبير يخلص يلاقوا جوزيه بيرد، فاللي هو انت يا ابني لحقت ترجمت له امتى؟ لا ده انا مخلص اصلا قبلك. فاهمك. دي شطاره يعني. فكانت يعني انا دي من احلى حاجات لما بقى مثلا بقعد اتفرج تاني ساعات، بقعد اشغله كده ببسط قوي قوي فعلا. اسالك اخر سؤال في الحته دي، بعدين نروح اخر حاجه بقى. يلا بينا. جون في مصر وجون بره مصر ما تنساهوش. جون في مصر جون ميدو في السنغال 2001. 100%. الماتش ده كان هي مصر ما صعدتش، كان مع الجوهري. مصر ما صعدتش كاس العالم 2002. بس الماتش ده مصر كلها كانت في الاستاد ما عدا انا. وانا يعني انا اخويا الكبير كان في الاستاد، امي ما ردتش، قالت لي يعني انت صغير وبتاع والموضوع هيبقى دب وكده. بجد الاستاد مصر والسنغال يعني فعلا انت بتتكلم. لا كان زمان المنتخب متعه طبعا، متعه قوي طبعا. لا طبعا. فالماتش ده عم بتحاول لحد ما ميدو يعني هو انا فاكر عماره عمل العرضيه كانت محمد عماره وميدو حطها بدماغه وهي تقريبا في نص الجون بس صاروخ وخلص 1-0 الماتش ده. والناس كلها كانت بجد نايمه بتحلم بالماتش ده. التصفيات دي خرجنا منها اخر ماتش خالص كان مصر والجزائر في الجزائر الماتش الشهير النابه وبتاع. بس ده طبعا جون يعني المنتخب ده جون ده. وبره تفتكر حاجه للبرازيل؟ بره هقول لك لا هقول لك انا بحب برشلونه، بشجع برشلونه. بره جون رونالدينيو في تشيلسي في الماتش الشهير بتاع ضربه لمسه اليد. لا ده كان انيستا، في اخر ثانيه. ايوه بس هو جايب جون في الماتش ده. لا هو الماتش ده خلص 1-0. لا خلص 1-0 واكيوميليتيف على ماشي. لا ماتش جون رونالدينيو كانت برشلونه لابسه رمادي في تشيلسي،
اللي قعد يلعب كوره على الكوره كده راح عاملها بسن الجزمه. افتكرت الجون ده. الجون الماتش ده النور قطع جه على اعاده الجون. لا والله. بس ده جون يعني فاكره ده كويس قوي يعني. فاكره انا في جون ده برضو حصل معايا واقعه شبه كده بالظبط. بتفرج على ماتش الاهلي والزمالك 4-3 في نهائي الكاس انا وعلي وابويا في انجلترا. امير عبد الحميد وابوه. فشوفنا الجون الاولاني بتاع كابتن عمرو الزكي اللي طلع خدها من قدام حاجه كانت اول مره نشوفها في الكوره يعني اللي هو عمله ده حلو جدا. وهناك طبعا انت لندن دي الساعه 8 بالليل 9 بالليل المطره موت بقى. هوب راح الارسال قاطع. كنت بتفرج على الفضائيه المصريه جايبين تلفزيون في البيت وموصلين دش وعاملين كل حاجه. الفضائيه المصريه الارسال قطع بتاع مش عارف ايه والله. وابويا بيكلم واحد صاحبه رايح من لندن لفرنسا باليورو ترين. الراجل ده قال لابويا انا هفضل معاك على التليفون والله وتقول لي اللي بيحصل. اهلاوي ده في اكسترا تايم. قول له في اكسترا اهلاوي مش طبيعي يعني. فقال له الجون الاول الاهلي دخل فيه جون استنى النور الارسال قطع رجعنا والله ما بهرج رجعنا على متعب بيحط وش رجله في الكوره. يعني ده اللي رجعنا عليه. امير عبد الحميد لعب الكوره نطت هوب متعب في الجون والله العظيم طلبوا لنا البوليس. ابويا والله ما بهرج. علي يقول لك ابويا فتح الشباك. كنا قاعدين في بيت كده 3 ادوار والله العظيم. ابويا فتح الشباك وقعد يصرخ كده والله. انت بتعمل ايه؟ البوليس جالنا تحت. نزلت بصيت لقيت البوليس. قلت له في بوليس افتحش. قلت له لا انت بوليس في مصر هنا البوليس ما يعرفكش. انسى ما يفتحش حاجه. وكملنا الجون ده ما نساهوش خالص. وجون ديل بييرو في المانيا 2006. ايوه ده من سيمي فاينل. ده ما نساهوش خالص. وفاكر طب في جون برضه حلو قوي. تريزيجيه في ايطاليا يورو 2000 الجولدن جول. طبعا قبليه جون ويلتورد في التعادل. هو ايطاليا جابت جون ديل فيكيو ده نهائي يورو 2000. ديل فيكيو كان عرضيه كده حطها ببطن رجله. وبعد كده ويلتورد اتعادل في اخر 7 ثواني. وبعد كده فرنسا كسبت جولدن جول تريزيجيه. احلى حاجه انه اتلغى الجولدن جول. كان صادم برضه. نفس فكره النظام بتاع 2014 اللي هو يجي ماتش واحد يقوم مخرجك من كل حاجه. فاهم فيجي جول واحد. طب كمان في وقت نكمل ولا الحجز خلص يعني قلشت ولا حاجه جول لا انا كمان في ده. طب والله ده سؤال لسه جاي. ايه اكتر صوت احتفال مذيع انت فاكره حتى لو مذيع مش اجنبي مش مصري يعني حاجه بس معلقه في ودنك؟ لا فاكر كابتن حماده امام في جون الاهلي في ريال مدريد لما قال له ساندي ميتش على باص ميتش على باص. فاكر انا ده خش التاريخ يا راجل. ما هو دي كان خلاص. حسام غالي رقص اعتقد او شيتوس رقص سيزار الحارس وخلاص وهيلعب بقى بالعرض لساندي هيحطها. بيقول له خش التاريخ يا راجل خش التاريخ يا راجل. فاهم ده التعليق ده كان بجد. انا في تعليق مش ناسيه طبعا. في الحاجات الحديثه اكيد في حاجات كتيره يعني ممكن نذكرها. بس برضو في نفس الماتش ده الجون بقى بتاع يا لهوي ازاي فابيو جروسو. انا فاكر صوت المعلق الايطالي. انا طبعا كنت بتفرج عليه بالايطالي بس قصدي لما المقطع ده انتشر انتشر صوت المعلق الايطالي على جون فابيو جروسو. ماتش المانيا برضو. كان ماتش المانيا برضو. فابيو جروسو ده حاجه في ودني ما اقدرش انساها يعني. وتعليق كابتن شوبير على 98 بتاعت سلام يا حازم وسلام حسام ده برضو مخلد يعني بالمناسبه يعني. لا والله شويه ذكريات حلوه قوي والله فعلا بجد يعني. تاريخ جوازك كام؟ اصل كمان الحاجات دي بجد يعني مش عايز اقول اكلاشيهات بس هي الكوره دلوقتي مش زي زمان. صح. الشغف للمنتخب مش زي زمان. الشغف لماتشات الاهلي والزمالك مش زي زمان. مفيش جمهور بقى لنا 10 الاجواء دي يعني اللي ما عاشهاش الواحد مش عجوز يعني بس لو فعلا حقبه ممتعه. لا موافق جدا والله. وبعدين هي بدايه الكره الحديثه يعني الفتره دي اللي هو في تلفزيون وفي نت وبتاع وفي كوره. صح. قبل كده الخطيب ومصطفى عبده ما اعرفش ايه وبتاع بس كوره مش متطوره. صح. فاهم قصدي؟ انما دي كوره كانت بدايه ان انت تشوف كوره متطوره فيها تكتيك حقيقي فيها كذا فيها كذا فيها كذا وفيها جمهور وفيها احداث. فهي دي الحاجه اللي جمعت ما بين شويه من القديم عشان الجديد. اكتملت العناصر في وقت احنا كنا محظوظين نشوف العناصر بتكتمل. دي حقيقه بصراحه. الكوره مع السوشيال ميديا مع التكنولوجي كل حاجه. حتى يعني عارف اللعيبه نوعيه اللعيبه حتى في الكوره العالميه مفيش دلوقتي يعني. معلش انت بقى دلوقتي مثلا كرونالدو داليما او رونالدينيو او مثلا زيدان او كده. دلوقتي الكوره لعبه ارقام ولعبه ماكينات يعني اكتر. صح. لو انت عايز مثلا ماكينه تهديف هالاند عايز مثلا لعيب عنده سرعه مبابي او مش عارف ايه. انما دي نيلسون ورونالدينيو ورونالدو ولاليما
النوعيه دي خلاص يعني مين زيهم دلوقتي مش هتلاقي، فاهم قصدي؟ فهي الحقبه اللي احنا حضرناها احنا كنا محظوظين بيها، كاس عام 2002 و98 و2006 والحاجات دي، لا يعني مع اني بقول ان طبعا كاس عام قطر برضو كان ممتع قوي قوي بصراحه. بس نوعيه الكوره قصدي يعني. فاهمك عشان هنا ده كنت تحس انه ده ايه خير النتاج لكل السنين ان احنا نشوف هذا المنتج في بلد زي بلدنا او شبه بلدنا، فتحس انه ايه ده كرة اوروبا بالتكنولوجيا بالاعلام بالسوشيال كل ده عندنا بالظبط كده. فاللي هو كان نفسي اروح طبعا مصر كلها راحت، انا ما رحتش زي بالظبط كده، مش كل الناس كانت في الاستاد الا انت تاخدك على اخر فقره عشان عارف انت لا براحتك خالص، انا مبسوط جدا معاك. ما تيجي نشوف استنى يلا بينا. بص مش البتاع ده عارف زمان طارق اعلام مبروك كسبته ده صندوق هتفتحه اللي هيجي في ايدك قول لي بيفكرك بايه، مفيش اي حاجه يعني مش رامز جلال ما تقلقش والله. لا ماشي يعني عيب برضه ايه اللي هيجي قدامك انت افتحه وفي حاجات بقى تطلع صوره تطلع تيكت يعني اخدهم كلهم كده ولا براحتك؟ لا احنا ناخد واحده اتنين كده ماشي يعني مثلا يلا ماشي يلا خد جواه حاجه بقى اسحبها اسحب اللي انت عايزه، في حاجات كتير براحتك طلع وقلب وارمي. تشيلسي ساوثهامبتون تذكره تشيلسي وساوثهامبتون دوري انجليزي. رحت انت ماتشات في الدوري الانجليزي 2019 بجد؟ رحت ماتش، انا استغلت كل علاقاتي بلعيبه المنتخب في 2019 انت صح جدا. رحت محمد صلاح ماتش حلو، رحت للنني ماتش ارسنال، رحت الاجازي ماتش ويست بروميتش، وكان في الوقت ده في ماتش المنتخب انجلترا مع التشيك، اشتريت تيكت انا اجي معاك. فاحنا رحنا انا ومراتي انا ولا رحنا يعني. دي ايه دي تذكره حفله. بس انت جاي في الحفلات والحاجات دي خالص اخر واحد ممكن يجي في الحفلات. دي ايه؟ دي تذكره طيران لمقدم البرنامج كان رايح ابو ظبي. تيكت بص تيكت ماستر دي ايوه خلينا في تيكت ماستر دي. ايوه الاهلي والزمالك في استاد محمد بن زايد 2017 انا كنت هناك بجد بالمناسبه يعني. ده انا سامع صوت من ورا الكاميرا. ده انا حضرته. ده انت برضه حضرتيه باين ولا مش ده؟ كانوا اللي قبله باين 2015. لا هي بتهيص عشان غالبا ده اللي الزمالك كسب فيه الاهلي. صح يعني مصر واوغندا. مصر واوغندا. اوكي سنه كده شد حاجه تانية اخيره. مثلا في حاجه انت ظرف اتحاد كوره انت برضه تستغل علاقاتك. دي حاجات قديمه ولا جديده؟ ايوه اللي في بالي ايه ده كاس الامم. ده ماتش انجلترا ومصر بجد. اللي في ويمبلي. ايوه لا نفس الريال. بس انا عايز اقول حاجه الصراحه، احلى حاجه في الماتش ده اول ربع ساعه هم كلهم راحوا الا انا، دي تذاكر عيلتي الصراحه يعني. انت رحت يا علي؟ لا علي انا وعلي ما رحناش. ايوه هو ابويا وامي واختي اللي راحوا. ده الماتش ده بتتيكت ب 30 باوند. ماتش مصر خلص 3-1. ايوه وزيدان جاب الجون كان 1-0. يعني انا كان 1-0 لمصر، بعدين ندمونا على الواحد. بعد كده خلص 3-1. فاعتقد ده نفسه حاجه. مفيش حاجه تاني بقى. هم كانوا الثلاث تذاكر دول راحوا سابونا عم علي. راحوا سابونا. لا خلاص اقفل على طول، احنا هنبقى نرجعهم والله. ما تتعبش نفسك يعني. هو الصندوق تقيل انا عارف، وهي بتبقى فقره احيانا تحس ان هو لا ايه يا جماعه شايلونا حديد في اخر البرنامج ولا ايه؟ والله هات نحط بقى قدامك كده يعني. انا يعني ما نفسيش اخلص. لا والله ده انا انبسطت معاك الصراحه. كنت قاصد ان انا نبعد عن كل الحاجات بتاعت احكي لي عن اللعيبه اللي انت كنت طبيعه شغلك ايه في المنتخب عارف الحاجات دي اللي هو انت ممكن تخش تكتب على جوجل هتشوف عبد الرحمن في 2011 تعرف عنه كل حاجه. لكن احنا هنا نتكلم عامه عشان بس حسيت ان احنا محتاجين نتكلم في الكوره فعلا يعني عامه. بس انت انبسطت جدا والله. بحييك والله بجد والله. الواحد يعني انا منتظر الحلقات تنزل كلها عشان اتفرج، لان الواحد دعواتك والله. انا كده برضو ايه انا على فكره مقتنع بحاجه، يعني ان المحتوى الرياضي على اليوتيوب يعني قليل مش كتير. الناس بتبقى شايفه ان هو كتير، اللي بيوصل منه قليل. لا اللي انا بقعد اتفرج مثلا دايما وانا باكل افتح حاجه، احنا بنخلص كل حاجه اتفرج على 3 في 1، اتفرج على كازينو العاب، اتفرج على الكلمات المعكوسه وعائله زايد الكريم. والله بنتفرج على ممدوح ونتفرج على كل الناس، بس برضو بحس ان في مساحه والله في روم يعني في مساحه هي بس يعني فاهم. انا مش بتكلم عن نفسي يعني سيبك انا ممكن اكمل وممكن ما اكملش في اللونج فورمات. انا كده في الريلز قاطع قتيل لو هيحصل ايه انا شغال ريلز وان شاء الله في اللونج فورمات. بس قصدي الفكره كويس ان هو نفس طويل في الكونتنت
اللي هو الحلقات الطويله طبعا، لانه في كم من المنافسه تفاصيل وكم من وتفاصيل مرهق جدا، والمايك وندوس علي من تحت وهات الكاميرا من فوق مرهق. وانا حاسس شكرا ان انتوا ساعدتونا والله. والله حقيقي شكرا جدا لا والله. لا يعني نورتونا ده قبل اي انبسطت حاجه منك والله. والله، ومبسوط ان انت مبسوط. الحمد لله. ويعني ان شاء الله نكررها في حاجات تانية وسيزونات تانية ونطور الفكره وتبقى دايما ان موجود. شاء الله واحنا في ظهرك. ودايما انت متالق ومكسر الدنيا، ربنا يخليك. دايما انت متالق ومكسر الدنيا، ومستني حلقات كتيره جامده تكسر بيها الدنيا والله. باذن الله. ونورتني تاني انا اللي والله، بشكرك نورتينا والله. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ علي والله. لسه بقول لك شكرا يا استاذ علي اهو. وشكرا ليكم جدا. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وفولو وشير على كل السوشيال ميديا. ومش محتاج اقول لك طبعا كل السوشيال ميديا بتاعت عبد الرحمن تحت في الديسكربشن، يعني مش حاجه محتاجه. ولا اتمنى تكون الحلقه عجبتك، واتمنى تفضل مكمل معانا. علي زي بيشاور لي بيقول لي اخلص عشان انا اتخنقت. انا اسف يا كابتن علي، اتخنقت مننا. ها ماشي يا كابتن علي، تصبحوا على خير.